مين هما الدارك لوردز؟ ومين الراجل العجوز اللي بيطلع في كروت سولمن؟ وايه كارت سانكتشواري ان ذا سكاي ده؟ وايه علاقة كل ده ببيتيت انجل؟ وهل فعلا كيلو الحديد اتقل من كيلو القش؟ كل الاسئله دي هنجاوب عليها في سلسله سولمن ودارك لورد اللي هنبتدي الجزء الاول منها دلوقتي، ما عدا طبعا اخر سؤال بتاع الحديد والقش ده ولا حاجه، ده ملوش علاقه بالموضوع خالص. مساء الخير، فيديو جديد في بلوير كلير، قصص ورا كروت يوجي، وده الفيديو ال 14 للقصص. وهنبتدي قصه كان كذا حد طلبها، وهي قصه سولمن ودارك لوردز. في البدايه عايز اقول ان القصه دي تقريبا بتتطرق لاحداث دينيه كتيره جدا وحضارات كتير وثقافات كتير، هي بتتطرق لكل حاجه تقريبا، مفيش حاجه سابوها. وده فعلا كان فيديو من اصعب الفيديوهات في التحضير، لان هو بيخش في كل الحضارات وكل التفاصيل. طبعا مش هحاول اقول كل التفاصيل بتاع كل حاجه، لان احنا كده مش هنخلص. الفيديو اوريدي هيبقى طويل، هيتقسم ممكن على 3 او 4 اجزاء، لان لو اتعمل على جزء او 2 ممكن الفيديو يوصل لساعه مثلا، فده كتير قوي. فهحاول اختصر على قد ما اقدر لو حسيت ان التفاصيل دي مش مهمه. برضو كذا حد كان طلب انه واحنا بنتكلم عن الكروت نشرح التأثير بتاعها عامل ازاي. احاول اعمل كده بس بطريقه ما تبقاش ممله، لان في ساعات كروت كتير بتيجي ورا بعض، لو كل كارت قعدنا نقوله الفيديو ممكن الوقت برضو يتضرب في 2. فهجرب اعمل كده، وقولوا لي برضو هل حاسين ان دي حاجه كان ليها لازمه ولا ملهاش لازمه، يعني نشوف مع بعض. فيلا نبتدي القصه، بس قبل ما نخش مع الدارك لوردز على طول هنتكلم عن كائن قوي جدا موجود معاهم، وهو بيتيت انجل. All right, Mai. I'm playing the Petite Angel in attack mode. What is that? Come on, Taya, that is not funny. الكارت يا جماعه قوي لدرجه ان تيا لعبته في الاتاك قدام كروت ماي، بس يعني ده مش موضوعنا، خلينا نكمل. بيتيت انجل. بيتيت انجل مكتوب عليه a quick moving and tiny fairy that's very difficult to hit، يعني جني صغير وسريع صعب جدا تعرف تضربه. وده ممكن يفسر المشهد الغريب ده لما هاربي ليديز هجموا عليه وما اتضربش في الاول وبعد كده اتضرب، هو هرب منهم عشان هو سريع وصعب يتضرب وكده يعني. Whoa, that was close. بيتيت انجل حصل عليه تعديل لانهم شالوا الهيلو او الهاله المقدسه اللي حوالين راسه. في ارت تاني بيتيت انجل موجود من غير الهاله دي، والهاله دي اتشالت لان في ثقافات وديانات كتير الهاله دي معناها ان الشخص اللي فوقيه الهاله ده يعتبر شخص مقدس، عشان كده الكارت ده اتعدل واتشالت الهاله منه في الكارت ده. وعشان بيتيت انجل كده مش كارت اي كلام يعدي وخلاص، اتعمل له نسخه تانية سايبر منه اللي هي سايبر بيتيت انجل. والكارت ده الافكت بتاعه انك لما بتستدعيه تعرف تجيب كارت وحش سايبر انجل او كارت ريتيول برضو ماشين انجل من الديك بتاعتك لايدك. ونكمل بكارت نورمال كمان اسمه شاينينج فريندشيب Shining friendship. Hey, that's like all of us. او الصداقه البراقه. حلو اسم الكارت ده. المهم ان ده كارت اقوى شويه، 1300 ودفعه 1100، ومكتوب عليه ان ده البيس ميكر امونج مونسترز، ده صانع السلام بين الوحوش. والكارت ده بالظبط شبه بيتيت انجل، شكله كده ونفس الجناحات والهيلو حتى ما شالوهاش، فهما الاثنين شبه بعض قوي. Shining friendship in attack mode. نكمل بقى مع بيتيت انجل، نشوف ايه حكايته وايه علاقته بكل ده. هنلاقي ان في كارت بيرفكت كاونتر كود 1 2 3 باين هنا ان هو بيهاجم مع وحوش تانية. الكارت مش كارت بيس ميكر زي التاني او خلاص كارت هادي، لا الكارت ده بيشارك في هجوم. هنلاقي في الكارت ده باين معاه كذا وحش تاني وهما بيهاجموا كارت مقلوب وبيدمروه. باين معاه اول واحده ايبن ماجيشن كورن او الساحره كورن السودا، اللي الافكت بتاعها ان كل ستاند باي فيز بتنقص اللي قدامك 300 نقطة على كل وحش موجود عندهم. وده طبعا كارت حلو للبيرن زمان قوي قبل الكروت الجديدة. وجنبهم برضو كارت ليجل، انا بيتهيألي جل اللي هو الغول عندنا، فلو ممكن تبقى لو بتاع الفرنساوي، ليجل الغول، اللي الافكت بتاعه بسيط ان هو بيهاجم على نقط اللي قدامك مباشرة حتى لو عنده وحش موجود على الارض. المهم ان باين هنا بيتيت انجل بيهاجم معاهم، بيدمر الكارت المقلوب ده. في كارت تاني برضو باين بيتيت انجل مع ناس تانية بيعملوا مهمة تانية. في كارت سبيد سبيل اجنيشن او الساحر السريع الاشتعال، باين هنا ان هو بيدمر كارت مقلوب برضو مع ناس تانية، وهم بولت بينجوين. بولت بينجوين مكتوب عليه ان كل دراع عبارة عن صوت كهربائي وانه بيشل اعدائه بالصدمات الكهربائية. موجود جنبه كمان كي ميس 2 اللي مكتوب على الورقة بتاعته انه الوحش ده بيطلع الأسوأ اللي في كل واحد. على عكسه في كي ميس 1
ده مكتوب عليه حاجه تانية بسيطه جدا، ان قلوب الوحوش هتدوب لما يشوفوا الوحش الكيوت الصغير ده، فده حاجه تانية خالص. ما علينا، المهم ان هو مجموعه تانية برضو بيهاجموا على كروت مقلوبه بيدمروها. اخر ظهور ليه هيكون مع مجموعه ثالثه في كارت سبيريتس بليسنج او بركات الارواح، وده كارت سبيل ريتوال، كارت سحر بيجيب اي وحش ريتوال لايت. لو بصينا في المكان اللي هم واقفين فيه هنلاقي هيم اوف لايت، يعني ترتيلة او ترنيمة الضوء، وده برضو كارت ريتوال بيجيب وحش معين اسمه سافيرا كوين اوف دراجونز، هنتكلم عنه دلوقتي. وطبعا على الارض في دارك ماجيكال سيركل اللي هنتكلم عنها كتير في كل الحاجات اللي جايه قدام تقريبا، اي حاجه ليها علاقه بالسحر هتلاقي الدارك ماجيكال سيركل دي موجوده، والافكت بتاعها كبير شويه. انت اول ما تشغل الكارت بتبص على اول 3 كروت عندك في الديك، هتسحبهم تاخد منهم كارت دارك ماجيشن او كارت سحر او فخ ليه علاقه بدارك ماجيشن، تخليه في ايدك، ترجع الكارتين التاني على التوب اوف يور ديك بالترتيب اللي انت عايزه. واي مره بتعمل سامن سواء نورمال او سبيشال سامن لدارك ماجيشن غير في الدامج ستيب، ممكن تختار كارت عند اللي قدامك وتعمل له بانش، توديه بره اللعبه خالص، وتقدر تعمل كده مره واحده بس في الدور. طبعا افكت كبير قوي، فخلينا نكمل بقى باقي الكروت. جيلن ديو كارت ما بيتدمرش بالمعركه، بس لو خدت اي دامج بتدمره، وتقدر تعتبره بتضحيتين لو هتجيب كارت فيري لايت، يعتبر كانه وحشين وانت بتضحي بيه، لان هو اصلا باين وحشين في الكارت يعني. 私はジェルエンリオで攻撃エンジェルレイブ。 وجنبه وينج ايج الف او جني جناح البيضه، اللي شبه برضو كارت تاني اسمه وينجد ايج اوف نيو لايف، البيضه المجنحه للحياه الجديده، وبرضو ده كارت اتعمل له نسخه سايبر اللي هو سايبر ايج انجل. وفي هابي ليفر مكتوب عليه ان الاعداء بينبسطوا لما يتضربوا باشاعه القلب اللي بتطلع من راس الملاك الصغير ده، حاجه معقده جدا. وده شبه تندرنس يعني الرقه والحنان، ومكتوب عليه ان ده ملاك صغير بيحتفل بهديه الحب. ما علينا، دي الكائنات اللي كانت موجوده حواليهم. في الوسط نوفوكسز براير او صلاه نوفوكسز. انا دورت ايه نوفوكسز ده، لقيت ان ده اسم دواء مضاد للالتهاب، انا مش عارف ايه ده غير كده بصراحه يا جماعه، دي صوره الدواء بس. على العموم يعني الست دي واقفه بتصلي. وبرده ده كارت ريتوال بيجيب كارت سكال جارديان. وقبل ما نسيب الحته دي عايزين نقول ان كارت هيم اوف لايت وكارت سبيريتس بليسنج الاثنين بيجيبوا 2 ريتوال، واحد اسمه سافيرا كوين اوف دراجون، وواحد اسمه سافيرس ذا انشنت اند اسندد. طبعا سافيرا جاي من سافاير اللي هو الياقوت الازرق زي سافاير بيجاسس، هنبقى نتكلم في حلقه الكريستال بقى عنهم. سافيرس دي بقى حاجه لطيفه جدا، سافيرس دي جايه من سورفس، وسورفس ده زي جنس منقرض من نطاق اسمه ليبوسبوندلا، وده شكله زي التنانين كده بالظبط، يعني دي صوره ليه، ده صوره للنطاق نفسه، ده في المملكه الحيوانيه بقى والنباتيه اللي لسه بيذاكروا احياء. ده شكله، فهو شبهه قوي، وبرده تنين، برده نفس شكل التنين كده بس شكله كبير، وجريت اسندد، والاثنين ليهم علاقه ببعض لان واضح ان الثاني كوين اوف دراجون. نرجع تاني للبيتيت انجل اللي حياته كلها مغامرات. في كارت نيكست تو بي لوست باين ان واحد تاني بيتيت انجل تاني اتقتل، في كائن كده طلع مسكه، وده باين في افكت الكارت اللي هو بيقول عندك كارت معدول، وحش معدول عندك على الارض، بتختاره وترمي كارت من الديك بتاعتك للمقبره بنفس الاسم، ففي واحد زيه مات. هنا حصلت حاجه اللي غيرت مجرى حياه بيتيت انجل. في كارت لايت اوف جادجمنت هيبان عندنا اول ظهور للسانكتواري ان ذا سكاي، وده باين في الكارت. لو سانكتواري ان ذا سكاي وده كارت فيلد سبيل هنتكلم عنه دلوقتي، موجود على الارض، ممكن تدسكارد وحش لايت من ايدك وتختار واحد من 2 افكت، يا اما تبص في ايد اللي قدامك وترمي كارت من ايده للمقبره، او ترمي كارت عند الاوبوننت بتاعك على الفيلد للمقبره. طبعا الافكت ده قوي جدا، اولا مش بيتارجت حاجه، فلو حاجه كانوت بيتارجت عادي ينفع تختارها، تاني حاجه مش بيدمره، فحاجه لو كانوت بي ديسترويد برضه ينفع ترميه المقبره. المهم ان لايت اوف جادجمنت او نور الدينونه او الادانه اللي هو الجادجمنت باين فيها الشكل من ورا للسانكتواري ان ذا سكاي او للجنه، وده من اقوى الريفرنسز الدينيه اللي هتبقى موجوده، ان دي الجنه واللي قاعدين فيها المفروض الالهه، هنتكلم قدام شويه مين الالهه وكده. المهم دي الجنه وده النور، ودايما هتلاقي في كل الحضارات والثقافات النور رمز لانك تعرف ربنا، فهتلاقي مثلا حتى لو بعيد عن الاديان، يعني هتلاقي في جي اكس مثلا لو فاكرين تشاز لما قال سي ذا لايت،
لما كان بتعرف الحقيقة، فهو دايما الحقيقة النور هو ده ليه علاقة دايما بان عينيك تتفتح بقى وتشوف الحاجة الكويسة. فهنا لايت اوف جادجمنت، المكان بين الجنة من ظهرها لسه مش شايفينها، وفي نور نازل. النور ده رايح فين؟ النور ده وصل لصاحب بيتيت انجل اللي هو شاينينج فريندشيب. باين هنا لايت ويف تيونينج، هو في حاجة كده غيرته من جواه. وباين في كارت ميركلز ويك او الاستيقاظ، المعجزة، يعني انك ترجع تاني تفوق بس بطريقة معجزية يعني. وباين ان النور ده نازل رايح مكان، هنشوف رايح فين دلوقتي. الفكرة بس ان الافكت بتاعه انك تختار كارت تدمر بالباتل وتعمله سبيشال سامن تاني. باين في كارت راي اوف هوب او شعاع الامل. هنا بقى في كذا حاجة حلوة. اولا باين النور نازل، واللي رايح ناحية النور هو بيتيت انجل وشاينينج فريندشيب، الاتنين طالعين فوق. وفي افكت الكارت بقى نفسه انك تختار 2 لايتس في المقبرة، يعني كأنهم ماتوا، وترجعهم للديك وتشافل. فكأن الاتنين دول بعد ما خلاص كانوا واتيفر بقى الحياة الجريمة اللي بيعملوها ولا اللي كانوا بيعملوه ده، الري اوف هوب شعاع الامل رجعهم تاني للديك بعد ما كانوا في المقبرة. فري اوف هوب النور ده نزل لهم وهم رايحين ناحيته. في كارت بيكونينج لايت، وبيكونينج معناها الاشاره اللي هي تعالى، اللي هي الاشاره دي اللي على الشاشه دلوقتي اللي هي كده. فهو النور بيقول لهم تعالوا يعني، فهم رايحين وبيقربوا للجنه. الافكت بتاع الكارت انك بتديسكارد ايدك كلها، بترمي ايدك كلها للمقبره، وعلى كل كارت رميته بتاخد كارت من المقبره وحش لايت لايدك. واخيرا بيوصلوا للكارت ذا سانكتواري ان ذا سكاي، اللي هو الملجأ او الملاذ في السماء اللي هي الجنة. فهنا باين شكل الجنة. I activate the sanctuary in the sky. So you played a big building on some clouds, huh? Exactly what I would have done. هناخد بالنا ان الستايل شوية روماني كده، روماني على سنة يوناني. التمبل الأعمدة اللي موجودة هو الستايل الروماني في البنى بتاع المعابد كمان. المهم ان دي الجنة، ودلوقتي الخطوة الجاية بقى عشان نكمل مين اللي قاعدين في الجنة دي، مين الناس او مين اللي ليهم علاقة بالسانكتواري ان ذا سكاي. الاول هنبتدي بمجموعة من الآلهة المعروفة زمان. هيبان في كارت سيكريت سانكتواري اوف ذا سبيلكاستر او الملاذ السري للسحرة ان في تمثال موجود وفي 2 ساجدين له، فواضح ان ده تمثال لإله عندهم. طيب الكارت ده بيعمل ايه بسرعة؟ لو في وحش نورمال او سبيشال سامند مش سبيل كاستر عند اللي قدامك، وانت عندك اي كارت فيس اب سبيل كارد، كارت سحري معدول تاني غير الكارت ده، وهو ما عندوش اي كارت سحري معدول، الكارت اللي نزل ما ينفعش يهاجم حتى لو الكارت ده ساب الفيلد. ولو انت ما عندكش سبيل كاستر دمر الكارت ده. يعني حاجه معقده جدا بس مش مهم. المكان ده فين؟ المكان ده جوه سيكريت فيليج اوف ذا سبيل كاستر، يعني في قريه وجواها الملاذ بقى كمان بتاع السبيل كاسترز موجود جواها. الكارت ده بيعمل ايه؟ ده كارت فيل. لو انت بس اللي عندك وحش سبيل كاستر، اللي قدامك ما يعرفش يشغل كروت سحر، ولو هو عنده سبيل كاستر انت ما ينفعش تشغل كروت سحر. ده تمثال مين بقى؟ ده تمثال باونتفul ارتمس. ارتمس اللي هي ارتميس، دي إلهة يونانية، وهي إلهة الصيد وحماية الأطفال والعذرية والخصوبة. والمفروض ان دي يعني من أقوى الآلهة اللي كانت موجودة عندهم، والمفروض ان هي بنت زيوس كمان. لسه هنتكلم عن زيوس دلوقتي. وهي دايما بتطلع في التماثيل معها قوس وسهم، بس المرة دي هو طالعة تقريبا ممكن يبقى ده الفورم اللي هم عايزين يقولوا ده شكلها الأصلي بقى، مش الشكل اللي الناس عارفاه. الإفكت بتاع الكارت ان كل ما كاونتر تراب يشتغل تسحب كارت، فده افكت سهل وجميل. في كارت ليمونايز او الاضاءه يضيء، باين انها بتحمي الناس، فبتواجه هنا الين وورير وبتموته. طبعا الكارت الافكت بتاعه لما واحد يهاجم عليك، تارجت الوحش اللي هجم عليك، الغي الاتاك وزود الاتاك بتاعه على وحش لايت عندك لاخر الدور الجاي بتاعك. وهنا الين وورير طبعا اللي لسه ميت دلوقتي في الكارت بتاع ليمونايز. والإفكت بتاع إليان وورير طبعا لما بيتدمر بالمعركة، الوحش اللي دمره بيتحط عليه 2 إليان كاونتر. وأي وحش إليان دايما لما بيهاجم وحش عليه إليان كاونتر، الوحش اللي عليه الكاونترز ده بينقص 300 نقطة على كل كاونتر عليه. تاني واحد بعد كده هو هارفست انجل اوف ويزدم أو ملاك حصاد الحكمة، وده المفروض ان هو بيمثل هرمز. هرمز ده إله البحارة ومبعوث الآلهة، لو عايزين يبعتوا رسالة بيبعتوها معاه. وماسك في ايده هورن اوف هيفن اللي هو بوق الجنة.
اللي هو المفروض لما بيوصل بقى مكان بيعلن ان هو وصل، زي اللي بيوصل لك رساله او كده. والكارت ده لما يتدمر بالمعركه ويروح المقبره ممكن ترجع كارت كاونتر تراب في المقبره لايدك. والكارت اللي ماسكه اللي هو هورن اوف هيفن ده اصلا كاونتر تراب. هورن اوف هيفن كاونتر تراب لما اللي قدامك يسمن وحش، انت بتضحي بوحش عندك على الارض وتوقف الاستدعاء اللي هو عمله ده وتدمر الوحش اللي جابه. I'm activating a trap, sacrificing my flame swordsman to do so. The Horn of Heaven! Blasting its celestial tune directly at your man-eater bug, obliterating him from the field once and for all. استخدمه قدام مان ايتر باجز يا جماعه، انتوا متخيلين عمل ايه؟ ما علينا يعني، مش مشكله. المهم ان هورن اوف هيفن ده ليه كمان كارت تاني اسمه بلاك هورن اوف هيفن، اللي هو برضو كاونتر تراب. لما اللي قدامك هيبقى بيسبيشال سامن وحش واحد، انت برضو بتنجيت السامن ده وتدمر الوحش، بس من غير بقى ما تضحي باي حاجه يعني. الوحش ده مش باين ان هو في فايتس مع اي حد تاني، بس باين ان مانتي كور اوف داركنس. ومانتي كور ده كائن اسطوري من الحضاره الفارسيه، المفروض راسه راس انسان، جسمه جسم اسد، وديله ديل تنين او ديل عقرب. باين هنا ان دي ايده، شايفين ايده شكلها غريب كده ازاي. في كارت سماشنج هورنز هو باين ان هو بيدمر الهورنز، الداركنس هورن اوف هيفن والهورن اوف هيفن. وبرده دي نفس الايد اللي في سماشنج جراوند، هي نفس الايد برده بيضرب حاجه تانية، بس مش باين ان كان في فايت بينهم. باين ان الوحش ده بطريقه ما دمر الهورنز اللي مع الهارفست انجل اوف ويزدم، بس باين بعد كده ان في هورن جديد بقى موجود معاه وهو جراند هورن اوف هيفن. وواضح ان ده النسخه الاقوى، لان الافكت بتاعه طبعا هو كاونتر تراب برضو. الافكت بتاعه ان لما الاوبوننت بتاعك في الدور بتاعه يحاول يسبيشال سامن وحش او وحوش، انت بتنيجيت السامن ده وتدمر وحوش، وبعد كده هو بيسحب كارت، فانت مش بتضحي بحاجه وبتدمر وحوش كتير سبيشال سامن، فواضح ان ده اقوى في الافكت بتاعه. نرجع تاني لسيكريت فيليج اوف سبيل كاسترز. في ماجيكال سبرينج او ربيع السحر، وهنلاقي فيه تمثال تاني لاله لايرد ذا ليبريتر وهو ساتورن او زحل. هنا لو خدتوا بالكم هتلاقوا الشكل بتاع الالهه شويه مدي كريستال، مدي شكل كريستال، مش متقال قوي ليه، بس تقريبا لان ده الشكل بقى اللي خلاص بقى ليهم في الاخر بعد ما راحوا الجنه في الاخر يعني. زحل كان اله الخصوبه والزراعه والحصاد، بس يمكن اكتر حاجه مشهور بيها هي اللوحه او اللوح اللي مرسومه بتاعت زحل يلتهم ابنه. انا مش هحطها في الفيديو عشان الصور قويه قوي. الفكره ان في نبوءه كانت بتقول ان زحل ولاده في حد منهم هيشيله من على العرش ويبقى هو الاله مكانه، فاللي عملوا ان هو اكلهم كلهم ما عدا واحد اللي هو جوبيتر او المشتري. يعني دي حاجه فرعيه، ممكن تدوروا على الصور، هي صور دمويه شويه بس كويسه. المره اللي ظهر فيها لما انفيرنتي بيست اللي هو وحش الجحيم، باين ان هو جاي بقى من الناحيه الثانيه، اللي الافكت بتاعه ان هو لو هاجم وما عندكش كروت في ايدك، اللي قدامك ما ينفعش يشغل ولا سبيل ولا تراب لاخر الدور. المهم بعد ما الوحش ده هاجم على الارض محدش كان عارف يتصدى ليه لغايه ما ظهر في كارت ميريكولوس ديسند او النزول المعجزي. والافكت بتاعه بسيط، انك بتارجت وحش فيري بانشد من عندك تعمله سبيشال سامن، لو الوحش اتدمر تدمر الكارت ده، لو الكارت اتدمر تدمر الوحش. في كارت انفيرنتي فورس او قوه الجحيم باين المعركه اللي موجوده بينهم، وافكت الكارت ده لو كارت انفيرنتي عندك اتعرض للهجوم وانت ما عندكش كروت في ايدك بتدمر الكارت اللي بيهاجم عليه وتسبيشال سامن واحد تاني انفيرنتي من الجريفيارد. مش باين الفايت ده وصل لحد فين، بس باين ان ده وحش كان جاي من الجحيم، وان ده نزل من الهيفن، نزل من السانكتواري ان ذا سكاي عشان يدافع عن الناس اللي موجوده، وعشان كده كانوا عاملين له تمثال في ماجيكال سبرينج زي ما قلنا. نتكلم بسرعه عن الباقي، وهنلاقي بعد كده في جايدنج ارياندي. جايدنج ارياندي هي بنت مينوس ملك كريت، ودي كانت مسؤوله ان هي تحافظ على المتاهه لما دخل 6 رجاله و6 ستات جوه عشان تضحي بيهم للمينوتور. المينوتور اللي هو نصه انسان ونصه طور، وهي اللي ساعدت ثيسس اللي هزم المينوتور ان هو يهزمه لما اديت له زي خيط طويل عشان يقدر يعرف طريقه جوه المتاهه. وده باين في الكارت نفسه في ديل الوحش، في خط طويل كده، هو ده الخيط او الثريد الطويل اللي هي اديته له عشان يخش ويطلع من غير ما يتوه جوه اللابرنث. وفي على فكره مجموعه كروت تانية لللابرنث بس نتكلم عنها بعدين بقى عشان الفيديو طويل قوي. بعد كده في مينيرفا سكولر اوف ذا سكاي. مينيرفا علامه السماء، ومينيرفا طبعا هي الهه الحكمه والحرب، مش هنتكلم عنها كتير، هي زي ما هي كده ما ظهرتش في كروت تانية. بعد كده في سينيثيك سيرافيم، والسيرافيم في
في الديانة اليهودية والمسيحية هو ملاك، ويعتبر من أعلى رتب الملائكة اللي موجودة، ومشهور في الصورة إن هو عنده 6 أجنحة. هنا في الصورة باين إن هو صناعي، فعنده بدل الأجنحة عنده زي حاجات مدافع بيضرب منها إيه؟ بيضرب منها سينستيك سيرافيم توكنز، وده هيبان في إفكت الكارت بتاعه بقى، إن كل ما كاونتر تراب بيشتغل بيجيب التوكن دي. وفي ميلتل سيج اوف ذا سكاي، حكيم السماء، ودي المفروض كانت واحدة من مراتات زيوس الكتير. بعد كده زيوس نفسه فولتينز ذا أجيديكيتور أو فولتينز القاضي. وفولتينز هنا في أولها فولتا اللي هو الثندر، وهو طبعا زيوس كان إله الرعد والبرق، غير إنه كان كبير الآلهة، فده كان آخر واحد. والشيء اللطيف في الكارت ده إن ده أول كارت هنشوفه بقى في سلسلة الفيديوهات كلها اللي هيتحول يبقى دارك، عشان كده في كارت دارك فولتينز اللي هو نفس النجوم، نفس الهجوم والدفاع، فيري برضو. الفرق الوحيد ان هو بدل لايت بقى دارك، ورغم كده ده مش من الدارك لوردز، ده بقى شرير بس عادي، لسه ما دخلناش في الدارك لوردز لغايه دلوقتي. دارك ويتش، ودارك ويتش هنا كائن عنده جناحات سودا، واحده من دارك ويتشز كتير زي ما باين في كارت دارك كونتراكت وذ ذا ويتش. المهم ان واحده منهم اختلفت وبقت دانمز دارك ويتش، طلع لها هنا الاجنحه بتاعتها بقت اجنحه لونها ابيض، اختلفت شكل الاجنحه واختلف شكل لبسها. باين بعد كده ان هي بقت بتخش في مساعدات بتساعد ناس كتير، باين في سبيد سبيل سامن سبيدر، هي بتيجي على طول بتساعد الناس بسرعه لما بيطلبوها. باين في كارت ريمبو فيل او وشاح قوس قزح. النقطه اللي في الكارت ده ان هم في فيرجن تانية في ارت تانية طولوا لها شويه الجيبه، بدل ما هي كانت عامله كده بقت عامله كده. مش فاهم ليه قوي بصراحه، لان هي طالعه في كل الكروت الباقيه بنفس الشكل، فمش فاهم هم عايزين ايه، بس ده اللي حصل يعني. المهم ان بعد كل ده بقت باور انجل فالكيريا. وفالكيريا لو فاكرين في فيديو النورس جادز هي واحده من الكائنات اللي بتساعد اودن، كائنات صغيره المفروض زي فيريس كده بتساعده. باين في كارت جيفت اوف ذا مارتير او هديه الشهيد انها ظهرت لمانك فايتر عشان تساعده، بس ده مع الاسف مش نهايه القصه، لان بعد كده هنلاقي تطور تاني ليها في كياس فالكيريا، انها بدات تتاثر شويه بافكار الدارك لوردز اللي لسه هنتكلم عنه في الفيديوهات الجايه، وهينتهي بيها الموضوع ان هي هتبقى دارك فالكيريا، هتتحول نفس الاجنحه نفس كل حاجه بس كله بقى اسود. هتبقى برضو كاركتر شرير موجود معانا، بس برضو مش من الدارك لوردز، هي ستيل فالكيريا، فهي ستيل بتساعد بس مش من الدارك لوردز. Now ladies first. Not too bad. I play Dunamis Dark Witch in attack mode. Take it away, sweetheart. وقبل ما نكمل برضو الفيديو ده هيبقى فيه حاجات كتير ليها علاقة بثقافات وحضارات وأديان كتير، فممكن يبقى اوفنسيف أو مزعج لبعض الناس، ففي الأول وفي الآخر احنا بنتكلم عن لعبة يعني، الموضوع مش بجد قوي. المهم هنكمل دلوقتي. احنا اخر الفيديو اللي فات وقفنا قلنا ان في واحد بس ناقص مجموعة الناس اللي قاعدين في الجنة، وبعد كده نخش على المجموعة اللي بعدها. مين الشخص ده؟ هو ايرنايت بارثاث، هو اسمه صعب شوية. الشخصية دي بقى عليها كلام كتير قوي، فخلينا نبتدي بأسهل حاجة، وهو ان الشخصية بالشكل اللي مرسوم فيه ده ليه شخص تاني عكسه تماما، وهو ميفست ذا انفرنال جنرال. والاتنين عكس بعض، لان اولا اول واحد لايت وفيري، التاني فيند ودارك. الاتنين بيعملوا بيرسينج دامج، يعني الاتنين بينقصوا الفرق بين الهجوم والدفاع، وواضح من هنا ان ده شيطان وده شكله ملاك. تاني حاجة او تالت حاجة كمان ان التاني لما بيعمل دامج بيخليك تسحب كارت، وده بيخلي اللي قدامك يديسكارد كارت، فالاتنين عكس بعض بالظبط. ميفست جاية من ميفستوفيليس. ميفستوفيليس ده هو الشيطان في الحضارة أو الثقافة الألمانية، وظهر في مسرحية دكتور فاوست اللي كتبها جوتا، ودي من أجمل المسرحيات تقريبا اللي اتكتبت، فلو لقيت وقت برضو يفضل تقراها هتعجبك جدا. في كارت تاني بس الميفست ده اسمه بلاد ميفست، أقوى شوية، مش هنتكلم عنه كتير، هو تقريبا بس ده اسم دلع يعني، اللي هو بدل ما يقولوا يا ميستوفوليس بيقولوا يا ميفست كده، يعني زي يا سحس بدل يا حسين. أنا بهزر طبعا يا جماعة، ما أعرفش مسمينه كده ليه يعني. نرجع لإيرنايت بارثاث، اللي الحقيقة الشكل ده أنا لما أدركته وأنا بسجل الفيديو هو معمول كده ليه ضحكت فعلا، لأن هو لفة طويلة أوي. Therefore, no sacrifices are necessary in order to summon Air Knight Parsath in attack mode.
بارساس دي جاية من بيرسيوس، وبيرسيوس ده البطل الإغريقي اللي معروف بحاجات كتيرة قوي، بس أهمها إن هو اللي قتل الميدوسا. طبعا الميدوسا دي هو الكائن شبه التعبان شوية، شعرها عبارة عن تعابين، ولما تبص لحد في عينيه بيتحول لحجر. فهو قتلها لان هو كان رايح وماسك درع او درع كده براق، لما بصت له بصت لنفسها فتحولت هي الحجر، وبعدين قطع راسها وحطه في كيس. الموضوع بقى ان لما قطع راسها ونزل منها دم، الدم ده طلع منه البيجاسس، الحصان البيجاسس اللي هو فاكرين شكله مثلا في كارت سفاير بيجاسس مثلا. فالحصان اللي بجناحين اللي بيطير ده المفروض في القصة هو طلع من دمها بعد ما ماتت. هو طبعا عمل حاجات تانية كتير، هو انقذ اندروميدا واتجوزها، يعني ليه قصة كبيرة برضو ممكن تقراها، دور على بيرسيوس هتلاقي كلام كتير قوي عنه. الفكرة ان هو عبارة عن واحد اسمه بيرسيوس تقريبا، وجسمه جسم حصان وعنده جناحين هنا، فهو جامع بين البيجاسس وبين بيرسيوس نفسه، فبقى اسمه اير نايت بارساث. وحوالين راسه الهيلو او الهالة اللي قلنا عليها قبل كده في الفيديو اللي فات. Air Knight Parsath, destroy Petite Dragon! الكارت ده ظهر بيحارب مع وحوش تانية كتير، زي مثلا في كارت تونرز مايند باين جنبه تون وورير، وباين كمان لايت اند دراجون، وظهر كمان في شاينينج ريبيرث اللي باين ان هو واقف ورا وقدامه فيه اتنين. اول واحد هو هين واتا، وهين واتا هو بالظبط زي كوريبو كويك افكت، بس بدل ما بتوقف الدامج بتاع اتاك بتوقف الدامج بتاع كارد افكت. والوحش اللي موجود تاني هو جارديان انجل جون، وده هنتكلم عنه كتير يا اما في الجزء ده يا اما في الجزء الجاي، لان الكارت ده برضو وراه ريفرنسز وحاجات تانية كتير قوي. نرجع تاني لاير نايت بارسا، وهنقول ان هو كان محارب قوي. هنلاقي هنا في كارت تاني دخل وهو نوفا سامنر. نوفا سامنر ده ريفرنس قوي جدا للأوفانيم، والأوفانيم ده هو ملاك في الديانة اليهودية، يعتبر من أقرب الملائكة لربنا، ودوره إن هو يعرف حكمة ربنا للشخص اللي هيروح له. وده كان مكتوب في بوك اوف إيزيكل أو بالعربي سفر حسقيال، وبوك اوف إينوخ أو سفر أخنوخ، إن هو شكله بالظبط شبه الكارت كده. ده شكله، الصورة دي تقريبا تصور للشكل بتاعه، وده شكل نوفا سامنر. ليه بنتكلم كل ده عن نوفا سامنر؟ لان في الكارت اللي بعده على طول افنجينج نايت بارشاث او الفارس المنتقم بارشاث، باين هنا ان في حاجه في الظهر بتاع الكارت، وباين الجناحين اللي موجودين في نوفا سامنر. فواضح ان اير نايت بارشاث كان محارب عادي، وبعدين جاله نوفا سامنر اتحد بيه وخلاه اقوى، وده باين في الكارت الاتاك بتاعه وعدد النجوم، والافكت كمان بتاعه غير ان هو بيعمل بيرسينج دامج، ان هو كمان ممكن يغير الباتل بوزيشن بتاع وحش من الوحوش اللي قدامه، ينفع يحوله من الهجوم للدفاع او العكس، وزي ما قلنا بينقص الفرق بين الهجوم والدفاع اللي هو بيهاجم وحش في الدفاع. بنكمل بعد كده مع سيليستيال نايت لورد بارسا، ونايت لورد يعني الفارس، او ممكن تبقى فارس الرب لو فصلنا كلمتين عن بعض. وبنشوف عدد الرجول هنا زادت والاجنحه نفسها كبرت، واضح ان هو بقى في مرتبه اعلى من اللي كان موجود فيها، بس هو طبيعي ككائن لسه موجود عادي مش ملاك بيموت. ففعلا بعد كده مات، بس هنشوف في كارت The Fountain in the Sky أو نافورة السماء، فيها نافورة طبعا، بس لما نقرب أكتر هنلاقي Rebirth of Parsath أو الولادة الجديدة لبارسا. فهنا باين في شكله إن هو بيرجع يتكون من الأول تاني، وهيطلع في كارت نيو بارسا The Sky Paladin إنه رجع يتكون تاني، نفس الشكل بالظبط، الدرع والسيف نفس الشكل من فوق، بس من تحت بيرجع في شكل ملائكي شوية. وما بيقفش عند الشكل ده، هنلاقي في سيكريت ارك نايت بارسا. سيكريت يعني مقدس، فهو زي الاير نايت المقدس، وارك اللي هو الليفل او الدرجة الاعلى. هنلاقي ان هو برضو مش انجل، هو برضو مش ارك انجل، مش ملاك او رئيس ملايكة، هو لسه اير نايت، بس هو المفروض كائن كويس، ووصل لدرجة انه ريفايفد ريبيرث تاني، رجع اتولد مرة تانية ورجع على شكل ملائكي. بس مع الأسف مش كل الناس الكويسة ولا كل الكائنات الكويسة بتفضل كويسة، لأن في نقطة مهمة جدا بتوقعهم كلهم، وهي الغرور. هنلاقي في الكارت اللي بعده The Sanctum of Parsa أو حرم بارسا، والحرم عموما هو المكان المقدس، فهو بقى سمى المكان اللي هو فيه شكله أو التمثال بتاعه الحرم بتاعه. فواضح الاتجاه رايح على فين، هو خلاص الغرور ركبه، بقى شايف ان هو نفسه مقدس، وده طبعا هيودينا للكارت اللي بعده دارك نايت بارسا. خلاص ما بقاش اير نايت، وقع بقى شرير، الهالة اللي حوالين راسه اختفت،
ما فضلش بنفس شكله الملائكي اللي كان موجود عليه، لان هو اصلا ما كانش ملك، هو اصلا كان اير نايت. فلما تحول وقع بقى دارك نايت. فهو هنا مش من الدارك لوردز لسه، بس احنا قلنا هنتكلم عن واحد من الدارك نايتس او واحد من الاشرار اللي مرتقوش لمرتبة الدارك لوردز. فدي كانت قصته، وكده هنبقى خلصنا الناس اللي كانوا قاعدين في الجنة. وده كان موجود لما كان في المرحلة اللي هو قبل ما يبقى دارك نايت على طول. كان ساعتها حتى الافكت بتاعه في الكارت اللينك ليه علاقة بسانكتوري ان ذا سكاي، ان هو بيجيب سانكتوري ان ذا سكاي او كارت عموما مكتوب فيه سانكتوري ان ذا سكاي. المهم ان احنا خلصنا الجزء ده كله، نخش بقى على الجزء اللي بعده، وهو الثلاثة الحراس. تيرس حارس التكوين، تيرس كيبر اوف جينيسيس، وادريس كيبر اوف ارماجيدن او ادريس حارس الهلاك، وفي ارمادس حارس الحدود او كيبر اوف باوندريز. نبدا الاول بتيرس كيبر اوف جينيسيس. وجينيسيس هو في التوراه هو سفر التكوين، فهو اسمه كده تيرس حارس التكوين. مين بقى تيرس ده؟ تيرس في سفر التكوين برضو مكتوب ان هو ابن يافث، الابن الثالث لنوح، سام وحام ويافث. فالمهم ان تيرس هو ابن يافث ابن نوح، حارس التكوين. معرفش يعني ايه، بس هو ده الكيبر بتاع التكوين. وباين في ظهر الكارت كده في ورا الراجل شكل برضو سانكتواري ان ذا سكاي. تاني واحد هو ادريس كيبر اوف ارماجيدن. وارماجيدن هي زي راجناروك كده، المعركة الأخيرة بين الخير والشر قبل نهاية العالم. وإدريس لو ركزت فيه هو اسم شبه إيه؟ هو فعلا هو شبه إدريس. إدريس في الديانة الإسلامية هو أخنوخ في الديانة اليهودية، اللي احنا لسه متكلمين من شوية، بوك اوف إينوخ لو فاكرين، أو كتاب أخنوخ. وباين وراه في مدينة متحضرة، فواضح إن دي الحضارة قبل النهاية على طول، قبل أرماجيدن. اما اخر واحد اللي هو ارمادس كيبر اوف باوندريز. باوندريز هنا بيحافظ بين الاتنين، بين الحدود تقريبا بتاعه الخير والشر مثلا، حاجه زي كده. ارمادس ده انا فضلت ادور على اسم كتير ما لقيتش حاجه، لغايه ما لقيت في الاخر كده حاجه صغيره كده، ان باللغه الكتالونيه اللي مش عارف ايه اللغه دي، ان دي معناها الارم او الارمد، جايه زي مثلا القوات المسلحه، فمعناه التسليح او السلاح. باين هنا في ظهر الكارت هي في صورة الأورورا أو الشفق القطبي، وباين الإيدين الاتنين بتوعه هما شبه وحشين، وحش اللي هو فاير هاند وآيس هاند. المهم إن كل واحد فيهم بيحمي حاجة. فهنلاقي مثلا تيرس كيبر اوف جينيسيس في كارت دايمنشن سلايس بيواجه وحش كبير كده، وهو جافا دراجون لورد اوف دارك وورلد. يعني هو باين من شكله طبعا إن هو جاي يدمر العالم وكده، فدور تيرس ده إن هو يحمي العالم. كارت تاني اسمه اوفرلاي بريك، هيبان في الكارت اللي بعده على طول اوفرلاي فلاش، ان هو بيواجه وحش. الوحش ده هو مين؟ هو جارلاندولف كينج اوف ديستركشن، برضه وحش من الوحوش اللي جايه تدمر، وده دوره ان هو يحمي الدنيا. في نفس الوقت برضه ادريس بيعمل دوره اللي هو المفروض يحمي الارماجيدن او بيخليه يحصل، بس هو بيواجه وحوش غريبه شويه. ففي اوفرتيك سامن مثلا بيواجه ستينجينج سوردمان اللي هجومه 300 ويدفعه 600. في كارت تاني مثلا زي اكسيز ريسبشن بيواجه مادولشي باتلر راسك ومادولشي ماجليني. دول طبعا ليهم قصة كبيرة هنتكلم عنها في قصة المادولشي دي. بس المهم ان الوحوش اللي بيواجهها هي وحوش، هي مش وحوش يعني، هي حاجة غريبة كده، حاجة لطيفة يعني، ما تصنفش وحوش. فاللي باين على الاساس ده ان مفيش بينهم عداء، مفيش بينهم عداوة تخليهم يفايتوا بعض. هنشوف في كارت اكسيز دبل باك ان هما الاتنين رايحين مهمة مع بعض، بيتحركوا مع بعض، مفيش بينهم مشكلة يعني. ده هيتغير في كارت اكسيز امبورت اللي باين فيه ادريس بيسحب طاقة تيراس. واضح ان في سبيل، في ماجيك معين في الموضوع، في سحر بياخد منه طاقته، وواضح ان هو عايز يهاجم بعد كده على المدينة اللي كان موجود فيها، اللي هي المفروض سانكتوري ان ذا سكاي. في كارت بلاك اند وايت ويف هنلاقي ارميدس هو اللي بيتصداله، مخليه مش عارف يعدي للمدينة. الكارت ده فيه كذا تفصيلة مهمة. اول حاجة بلاك اند وايت، لان ارميدس ده سينكرو، فكارت لونه ابيض، والتاني الاكسيز الكارت لونه اسود، فده بلاك اند وايت ويف، ده البلاك اند وايت، ده ريفرنس للموضوع يعني. في نفس الوقت كمان في زي ظل او نور كده طالع مبين لك المدينه وهي متدمره في الحتت اللي موجوده في الشاشه دي، فده بيقول لك المدينه اللي موجوده دي هتتدمر، هتبقى عامله ازاي. المهم ان ده ما حصلش في الاخر، وان دي اخر حاجه هنقولها عن المجموعه دي. هنخش بقى على المجموعه اللي بعدها، وهي المجموعه الشمسيه. هو انا مش بهزر يا جماعه، هي فعلا المجموعه الشمسيه، يعني ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. هنشوف بقى ليه المجموعه الشمسيه هنتكلم عنها هنا.
وده لان في مجموعه من الكروت اسمها كروت الايجنتس، وايجنتس اوف يعني وكيل الحاجه، كل واحد هو اسم كوكب من الكواكب وبعد كده وكيل حاجه معينه. حاجه مهمه تتقال ان الكواكب كلها متسميه على اسماء الهه يونانيين ورومانيين وكده، فدي حاجه من الحاجات اللي رابطه المجموعه الشمسيه هنا بان هم الهه، بان هم حاطينهم مكانهم في الجنه، يعني عاملين اللفه دي ان دول اصلا الهه وفي نفس الوقت كلهم آلهة طب في المجموعة الشمسية، فعملوا لهم مجموعة كروت بتجمع بين الآلهة وبين المجموعة الشمسية. تاني حاجة المجموعة الكروت دي كلها ليها علاقة برضو بكارت Sanctuary in the Sky، فكلهم ليهم علاقة بالجنة، فالمفروض دول المسؤولين عن حاجات معينة في الجنة، فهنبتدي نتكلم عنهم واحد واحد وهم بترتيب الكواكب في المجموعة الشمسية، اللي هم طبعا عطارد، الزهر، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو، زي ما خدناهم في المدرسة يعني. ونبدأ بإيجنت اوف ويزدم ميركوري أو وكيل الحكمة عطارد. وطبعا عطارد هو أقرب كوكب للشمس، فهنلاقي وراه على طول الشمس باينة قريبة. الغريب إن ميركوري أو عطارد ما كانش إله الحكمة، عطارد كان إله التجارة والتواصل والرسائل وحاجات زي كده، ما كانش إله الحكمة كان مينيرفا اللي اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات. ليه محطوط هنا إله الحكمة؟ في شوية لخبطة كده موجودة بينه وبين تحوت إله الحكمة عند القدماء المصريين، في بعض المؤرخين بيلخبطوا بينهم او في تداخل بينهم، انا ما فهمش الحته دي قوي بصراحه، بس هي كان مكتوبه ان في لخبطه بين الاثنين دول، وده تقريبا اللي مخليهم قايلين ان ده اله الحكمه. مفيش كلام كتير عنه لان التاثير بتاعه ملوش علاقه بسانكتشوري ان ذا سكاي، هو تاثير بتاعه بسرعه هو ان انت لو معكش كروت في ايدك والكارت ده موجود فيس اب، لو اخر الدور اللي فات بتاع خصمك ما كانش معاك كروت في ايدك تسحب كارت بس كده. نخش على الكارت اللي بعده، هو ايجنت اوف كرييشن فينوس او وكيل الخلق فينوس. وفينوس طبعا هي إلهة الحب والجمال والرغبة والجنس والخصوبة والنصر عند الرومان، وهي اسمها عند اليونانيين أفروديتي، برضو إلهة الحب والجمال. طبعا فاكرين أفروديتي بتاعت مازنجر، هي دي أفروديتي بنسميها على اسمها يعني. طبعا فينوس الكوكب هو تاني كوكب من المجموعة الشمسية، عشان كده هنلاقي هنا ان الشمس باينة وراها على طول قرص كبير قوي. الافكت بتاعها لسه ملوش علاقة بسانكتشوري ان ذا سكاي، بس هنلاقي ان الافكت بتاعها انك تدفع 500 نقطة وتعمل سبيشال سامن لميستيكال شاين بول من الديك عندك، ده ممكن تعمل كده كذا مرة مفيش مشكلة. ميستيكال شاين بول بقى نفسه ليه علاقة بسانكتشوري ان ذا سكاي، هنتكلم عنه قدام في قصة زيرة اللي هي في نفس الفيديو ده. وبعد كده في ذا ايجنت اوف ميستري ايرث اللي هو وكيل الغموض كوكب الارض، اللي هو الكوكب الثالث اللي احنا عايشين فيه، المفروض كلنا عارفين كده. باين في الكارت هنا بدل ما الشمس موجوده في الباك جراوند باين الارض نفسها، والوقفه دي هي تيرا هي الهه الارض عند الرومانيين، والمفروض ان هي ام التايتنز كلها، ام العمالقه. باين في ايديها ان هي ماسكه عصايه، العصايه دي برضو محطوط فيها ميستيكال شاين بول اللي برضو ليها علاقه بفينوس. ده اول كارت ليه علاقه بسانكتشوري ان ذا سكاي في الافكت بتاعه، ان الكارت ده لما بتعمله نورمال سامن ممكن تجيب كارت ايجنت في ذا ايجنت من الديك لايدك، ما عدا طبعا الكارت نفسه اللي هو ايرث. ولو سانكتشوري ان ذا سكاي موجود معدول على الفيلد ممكن تجيب ماستر هايبيريان بدل الايجنت من الديك لايدك. ايرث ايه تاني نتكلم عنه؟ طبعا ايرث ليه قمر زي ما احنا عارفين القمر بتاعنا، ففي كارت تاني موجود ليه علاقه بالقمر وهو جارد اوف ذا ايجنتس مون او حارس الوكلاء القمر. وطبعا هنا باين القمر وراه كوكب الارض وماسك في ايده القمر، اصلا ماسكه في ايديها القمر كده، الكائن الغريب اللي طاير ده اول وتقريبا ده اللينك مونستر الوحيد اللي ليه علاقه بالايجنتس. الافكت بتاعه برضه ليه علاقه بسانكتشوري ان ذا سكاي، لما الكارت ده يتعمله لينك سامن ممكن تودي سانكتشوري ان ذا سكاي او اي كارت مكتوب فيه الكلمه دي من الديك للجريفيارد، او لو انت عندك سانكتشوري اوف ذا سكاي موجود على الفيلد او في الجريفيارد ممكن تجيب ميستري ايجنت اوف ميستري ايرث من الديك او الجريفيارد لايدك، وممكن تضحي بوحش فيري وتدمر وحشه موجوده على الارض وتعرف تستخدم افكت من الافكتس دول مره كل دور. فالافكت بتاعه ليه علاقه بإيرث وليه علاقه بسانكتشوري ان ذا سكاي، ده شيء منطقي لغايه دلوقتي. الكوكب اللي بعده طبعا هو مارس او الكوكب الاحمر. ذا ايجنت اوف فورس مارس او وكيل القوه. مارس المريخ، طبعا هو المريخ زي ما قلنا الكوكب الاحمر عشان كده هو نفسه لونه احمر، وباين وراه الكوكب نفسه لونه محمر شويه، ده عشان التربه بتاعت المريخ اللي لونها احمر. الكارت ده مش بيتاثر باي كروت سحر، ولو سانكتشوري ان ذا سكاي موجود ونقط حياتك او نقط الحياه بتاعتك اكتر من نقط الحياه بتاعت اللي قدامك، الهجوم والدفاع بتاع الكارت ده بيزيد عشان يبقى الفرق بين نقط الحياه دي ودي. هو طبعا هجومه 0 ودفاعه 0،
وهو كفورس يعني قوته بتيجي من قوة الشخص اللي بيلعب، من قوة فرق نقط الحياة. الحاجة الأخيرة بس إن مارس طبعا هو إله الحرب، فهو ايجنت اوف فورس، وكيل القوة، ومارس كان إله الحرب وماسك في إيده سلاح أهو. فبس القصة مكملة بعضها يعني مش أكتر. The Agent of Miracles جوبيتر، أو وكيل المعجزات جوبيتر. وده الإفكت بتاعه إنك بتعمل ريموف فروم بلاي لوحش ايجنت من المقبرة عندك، وتختار وحش لايت فيري بيكون معدول عندك على الأرض. الوحش ده بيزيد 800 نقطة أتاك لحد آخر الدور. ولو سانكتواري ان ذا سكاي برضو موجود معدول كفيلد سبيل، مرة كل دور ممكن تديسكارد من ايدك، ترمي كارت من ايدك للمقبرة، كارت فيري، وتختار وحش لايت فيري ريموفد فروم بلاي وتعمل له سبيشال سامن. افكت قوي برضو. وطبعا جوبيتر نفسه هو احنا عارفين ان هو المشترك بالعربي، بس كإله بقى من الآلهة، جوبيتر هو إله السماء والرعد وملك الآلهة في الدين الروماني القديم. يمكن عشان كده رابطين اسمه بان هو وكيل المعجزات او المسؤول عن المعجزات. بعد كده في The Agent of Judgment ساتورن، او وكيل المحاكمة او القضاء. وطبعا ساتورن اللي هو زحل. كنا اتكلمنا عن ساتورن الفيديو اللي فات لما قلنا عن صورة ساتورن يأكل اولاده، او زحل يأكل اولاده، اتكلمنا عنه فمش هنتكلم عنه تاني. احنا قلنا بس سريعا ان هو اله الخصوبة والزراعة، وليه قصة كده كبيرة، وان هو اكل اولاده عشان كان خايف ان هم يشيلوه من الحكم. نتكلم على الافكت بتاعه بسرعه. هو الافكت قوي جدا بصراحه. لو نقط حياتك اكتر من نقط حياه اللي قدامك، ممكن تضحي بالكارت ده وتعمل له دامج بفرق النقط اللي بينك وبين اللي قدامك، بس لازم تبقى سانكتواري ان ذا سكاي موجوده على الارض. ولو عملت الافكت ده مش هينفع تهاجم الدور ده، يعني انت كل اللي محتاجه مثلا لو انت بتلعب 8000 والفرق بينكم 4000، خلاص انت كسبت، فتنقصوا 4000 مره واحده. فده افكت قوي جدا يعني. وبما ان الوحش ده بينقص نقط الحياة على طول، ففي كارت تاني ظهر فيه اسمه سولار راي او اشعة الشمس، باين فيه موجود واشعة الشمس جاية من وراه فمش شايفين ملامحه قوي، بس هو بينقص 600 نقطة لكل وحش لايت معدول عندك على الارض. بينقص اللي قدامك 600 نقطة على كل وحش. بعد كده في The Agent of Entropy يورانوس، او وكيل الفوضى اورانوس. طبعا اورانوس الكوكب السادس، والانتروبي او الفوضى ممكن ناخدها بمعنى الفوضى كده من بعيد، وممكن نشوفها بمعنى فيزيائي اكتر. طبعا وانا مش دارس الموضوع ده قوي فانا هقول اللي فاهمه. الانتروبي بالظبط هو ان الطبيعة بتميل ان لما يبقى فيه اي اكشن يبقى فوضوي اكتر. بمعنى مثلا ان انت لو جيت دلقت كوباية مية على الارض، المية مش هتنزل في نفس شكل الكوباية اللي هو منظم، لا هتلاقيها بتحاول تاخد اكتر شكل فوضوي. بمعنى تاني مثلا انت جاي عندك حمولة عربية مليانة طوب، لما ترمي الحمولة على الارض مش تنزل مترتبة، هتنزل فوضوية، هتنزل بعيد عن بعض. هي دي عموما الانتروبي، وده ملوش علاقة باللي احنا بنقوله، بس هو ده اورانوس ايجنت اوف انتروبي. ايه الافكت بتاعه بقى؟ لو سانكتشاري ان ذا سكاي موجود على الارض، ممكن تعمل سبيشال سامن للكارت ده من ايدك، ومره كل دور ممكن ترمي وحش ايجنت من الديك للمقبره، والوحش ده بيبقى الليفل بتاعه نفس ليفل الوحش اللي انت رميته للمقبره. واورانوس هو واحد من آلهة الإغريق، وده كان ابن وجوز جايا في نفس الوقت، حاجة قمة في قلة الأدب. جايا دي المفروض إلهة الأرض عند اليونانيين، اللي هي بتمثل تيرا اللي اتكلمنا عنها من شوية واحنا بنتكلم عن كوكب الأرض. بعد كده The Agent of Life نبتون، أو وكيل الحياة نبتون، وده 8 كوكب. الإفكت بتاعه إنك ممكن ترمي او تديسكارد الكارت ده من ايدك، وتسبيشال سامن وحش ايجنت من ايدك او من المقبره، طبعا ما عدا الوحش ده نفسه، بس ما ينفعش تضحي بيه، ما ينفعش تعمل له تريبيوت لغايه اخر الدور بتاع اللي قدامك. ولو سانكتشاري ان ذا سكاي موجود على الارض، تعرف تسبيشال سامن 1 هايبيريان مونستر اللي لسه قلنا هنتكلم عنه في الاخر. ولو الكارت ده بانشد، ممكن تجيب واحد سانكتشاري ان ذا سكاي من الديك لايدك. ممكن تستخدم كل افكت من الافكتس دول مره كل دور. ونبتون كان اله البحر، عشان كده الترايدنت اللي ماسكها، العصايه اللي ماسكها في ايده، هي شبه اللي بيمسكها بوسايدون. طبعا ده اله روماني والتاني اله يوناني، فزي بوسايدون ما كان يوناني، ده الاله الروماني بتاعه ماسك عصايه شبه العصايه، او ترايدنت شبه الترايدنت اللي التاني كان ماسكها. ومعانا اخر كوكب في المجموعه اللي هو بلوتو. وطبعا عايزين نقول اول بلوتو مش كوكب، هو دورف بلانيت او كوكب قزم، لانه في 2006 اتشال من قائمه الكواكب لانه ما عرفش يميت الثلاثه كرايتيريا بتاعت الكواكب او الثلاث شروط عشان تبقى كوكب. ده موضوع تاني ممكن تحب تقرا عنه بعد كده. المهم ان هو عشان هو مش كوكب، مش موجود ذا ايجنت اوف، هو موجود ذا اكزيكتور اوف هيدز بلوتو. اولا ده اول كارت تونر وسينكرو في المجموعه كلها،
وتاني كارت دارك بعد اورانوس. المهم ان الافكت بتاعه ان مره كل دور هتبانش وحش من المقبره وتختار او تتارجت افكت مونستر موجود على الارض وتحوله لفيس داون ديفensive بوزيشن، لكارت مألوف في الدفاع. وده كويك افكت يعني ممكن تستخدمه في دورك او دور اللي قدامك. ولو كارت سانكتشواري ان ذا سكاي موجود على الارض او في المقبره ممكن تبانش الكارت ده نفسه وتجيب سانكتشواري ان ذا سكاي من الديك او المقبره لايدك. طبعا ممكن تستخدم الافكت ده مره كل دور. بلوتو هو حاكم الاندر وورلد او العالم السفلي في الاساطير اليونانيه والاغريقيه، اللي اسمه في الحضاره اليونانيه هو هيدز، عشان كده اسم الكارت ذا اكزيكتور اوف هيدز او منفذ هيدز، اوامر هيدز. هما الاثنين المفروض اله واحد اللي بيحكم الاندر وورلد. اتكلمنا عن المجموعه الشمسيه كلها، ناقص حاجه واحده لازم نتكلم عنها بيتهيألي واضحه، هي الشمس. بس الشمس ملهاش كارت شبههم، هي ليها كارت اسمه ماستر هايبيريان، وباين هنا ان هو واقف قدامه في مجموعه شمسيه بتلف، بس هنا في 6 كواكب بس بيلفوا مش 9، وده لان الكارت ده لما اتعمل ما كانش باقي الكروت اللي هو اخر 3 كروت اللي هم اورانوس نبتون بلوتو ما كانوش لسه طلعوا، ففي 6 كواكب بس بيلفوا هنا وحواليه هاله كبيره كده. الهاله دي تقريبا هي الشمس، لان احنا زي ما قلنا هو ماستر هايبيريان الشمس، وباين في افكت الكارت اللي هو ايرث ان هو ينفع يستدعي الكارت ده او يجيب الكارت ده. طيب ايه الافكت بقى بتاع ماستر هايبيريان؟ انت تقدر تعمل له سبيشال سامن من ايدك بانك تبانش وحش ايجنت سواء من ايدك او من على الارض او من على الجريفيورد. تاني حاجه مره كل دور تعرف تبانش واحد فيري لايت مونستر من المقبره وتختار كارت على الارض وتدمره. ولو سانكتشاري ان ذا سكاي موجود على الارض ممكن تشغل الافكت ده مرتين كل دور. في بعد كده ماستر فلير هايبيريان، وده اقوى منه شويه، وحش سينكرو. اول حاجه ممكن تسند برضه او تسكارد، تبعت وحش ايجنت مونستر اللي موجود في سانكتشاري ان ذا سكاي في التكست بتاعه في الكتابه بتاعته من ايدك او من الديك او من الاكسترا ديك للمقبره. ولغايه اخر الدور الكارت ده بيبقى اسمه هو اسم الوحش اللي انت رميته في المقبره، وتبدل الافكت بتاع الوحش ده بالافكت الاوريجينال بتاعه. ولما اللي قدامك يشغل كارد افكت ده كويك افكت بقى اللي هيحصل، يعني تعمله في دورك او في دور اللي قدامك منطقي. تعرف تبانش واحد فيري مونستر من عندك من ايدك او من الجريفيارد وتختار كارت على الارض تعمل له بانش برضه. لغايه دلوقتي هو برضه ده الشمس، بس في كارت تاني بعده اسمه ماجستي هايبيريان، وماجستي المفروض هي رتبه اعلى اعتقد من الماستر. ماجستي هايبيريان بقى الكارت باين فيه مش عارف هل هو ده الشمس وهي بتموت بقى اللي هو بيتحول لثقب اسود مثلا، مش عارف، بس هو بقت ضلمه بدل ما بقت شمس. الافكت بتاعه انك بتعرف تعمل للكارت ده سبيشال سامن من ايدك او جريفيارد بانك تمانش برضو ايجنت مونستر من ايدك او من الفيلد او من الجريفيارد، فده برضو اقوى. وينفع تستدعي وحش ماجستي هايبيريان بالطريقه دي مره كل دور. الحلو بقى هنا ان اي دامج انت الحلو بقى لو في فيري مونستر عندك بيفايت، لو في دامج انت هتاخده عدوك هو اللي ياخده بدالك. ومره كل دور ينفع تبانش فيري مونستر من ايدك او المقبره وتختار كارت على الارض تعمل له بانش. ولو سانكتشاري ان ذا سكاي موجود على الارض ينفع تعمل الافكت ده مرتين كل دور. دي المجموعه الشمسيه، دول الالهه اللي كل واحد فيهم كوكب، هو بقى رابطهم زي ما قلنا رابط الكواكب بالسانكتشاري ان ذا سكاي اللي هي الجنه، فجايب لك ان الالهه موجودين فيها، بس بدل ما هم الهه هنا او تايتنز او عمالقه او كده هم عباره عن وكلاء، يعني كل واحد ماسك مهمه معينه من المهمات. طيب اتكلمنا دلوقتي عن الدارك نايت واتكلمنا عن المجموعه الشمسيه، هنتكلم عن اخر حاجه في الفيديو ده وهو اول دارك لورد هنتكلم عنه اخيرا، وبيتهيألي الفيديو الجاي اخر فيديو هنتكلم بقى عن باقي الدارك لوردز كلهم. طيب مين بقى اول دارك لورد هنتكلم عنه؟ ده هيبقى واحنا بنتكلم عن قصه وورير اوف زيرا. طيب وورير اوف زيرا هو كارت نورمال، هجومه 1600 ودفاعه 1600 و4 نجوم، ما فيهوش حاجه مميزه لغايه دلوقتي، بس اللي مكتوب على الكارت بيقول ان وهم بيعملوا الكارت ده كانوا عارفين ان هم هيعملوا له قصه. طيب ايه اللي مكتوب على الكارت؟ مكتوب انه محارب متجول بيدور على السانكتواري او الملاذ اللي يقدر فيه ياخد قوة الارك لورد، وعشان يهرب من اغراء الوحوش الشريرة بيحارب كل يوم. وورير اوف زيرا ملوش قصة واحدة، هو ليه كذا قصة بكذا نهاية، وده مش الوحيد اللي كده، في قصص تانية هنتكلم عنها بنفس الطريقة بعد كده. المهم ان وورير اوف زيرا زي ما مكتوب هو بيدور على السانكتواري، والمفروض السانكتواري دي اللي هي سانكتواري ان ذا سكاي اللي برضو بنتكلم عنها، وعشان يعرف يوصل لها بيواجه الشر كل يوم. طيب ايه الشر اللي بيواجهه؟ هنتكلم ان هو في طريق ان هو يواجه الشر، ودي اول نهاية هتحصل له ان هو قابل ريوكيشن باورد.
وريو كيشن باورد ده ما كانش شكله الاول، لان في كارت في الاول خالص اسمه ريو كيشن كلاون او ريو كيشن المهرج. المهم ان ريو كيشن هنا قرر ان هو كمان عايز يبقى اقوى، فهيبان في الكارت اللي بعده ريو كيشن بس كده من غير كلاون ان هو ما بقاش بنفس الشكل اللي كان موجود فيه، بقى شكله اقوى شويه. بس ده ما كانش كفايه بالنسبه له، فساعتها بقى ريو كيشن باور. قبل ما يبقى بالشكل ده حاول انه يبقى اقوى بانه يتحد بفرينزد باندا او الباندا المسعوره، ففي كارت اسمه باروكس هو عباره عن فيوجن بين الاتنين دول. بس ده ما كانش قوي كفايه، عشان كده لقى طريقه بقى ريو كيشن باورد. وناخد بالنا من فرق الاتاك، الاول كان 800 بقى 1000، وبعد الفيوجن الاولاني بقى 1380، وبعد كده ريو كيشن باورد بقى 1600. زي ما قلنا ده ما كانش كفايه، فلقى وورير اوف زيرا، وهنا حصل الاتفاق بينهم. You're finished, little Yugi. I've drawn the ultra-rare Zera Ritual card. It's used to summon one of the most powerful monsters in the game. في كارت زيرا ريتوال ان هما الاتنين اتحدوا مع بعض عشان يعملوا زيرا ذا مانت. وطبعا زيرا ذا مانت شايفين الاتاك بتاعه 2800. ليه بنقول ان ريو كيشن باور ده ليه علاقه؟ لان هو تقريبا نفس الشكل، الوحش اللي موجود هنا هو نفس شكل ريو كيشن، وفي نفس الوقت واخد الستايل بتاع السيف بتاع زيرا. طيب دي كانت اول نهايه لزيرا. هو قال ان هو بيحاول ما يواجهش الفينز الاشرار، بيحاول ما يبقاش واحد منهم، بس اول نهايه ليه ان هو فعلا بقى واحد منهم واتحد معاهم وبقى بالشكل ده. تاني نهايه حصلت وهو بيدور على السانكتواري زي ما قلنا، ان هو بدل ما يروح هناك هو راح لمكان شبهه وهو البانديمونيوم. بانديمونيوم معناها الجحيم، ده باين في الصوره. هو ليها معنى تاني اللي هي الهيصه والزنبليطه يعني، بس ده مش المعنى طبعا الموجود، باين من الصوره ان هو الجحيم. لما وصل هناك قابل ارشفيند جنرال اللي كان عايزه ينضم له، فارشفيند جنرال عرض عليه قوه مقابل ان هو يضحي بحد. هنلاقي في الكارت اللي بعده التر فور تريبيوت او مذبح للتضحيه، ان في وحشين باينين هنا. اول واحد هو ديس روك ارشفيند، ده اللي بيضحي بيه، ده الالتر، ده المذبح اللي موجود. تاني واحد هو جاجا جيجو، وجاجا جيجو ليه قصه طويله جدا هنبقى نتكلم عنها بعدين. المهم ان جاجا جيجو هو اللي بيتضحى بيه على المذبح، وفعلا بعد لما تم التضحيه بيه زيرا نفسه اتغير وبقى اسمه مازيرا ديفيل. ما اللي قبل زيرا معناها بالياباني شرير، فهو زيرا الشرير، وديفيل زي بان كده على ديفل، ديفيل اللي هو مازيرا الشرير الشيطان يعني. دي تاني نهايه بقى شرير برضو، بس دي مش اخر نهايه. اخر نهايه هتحصل دلوقتي ان هو هيرفض اول عرض من ريو كيشين باورد، وتاني عرض لما يروح البانديمونيوم، وفعلا هيلاقي السانكتواري ان ذا سكاي، وهيبقى زيرادس هيرالد اوف هيفن او مرسول الجنه، هيبقى زي الشخص المسؤول عن توصيل الرسائل في الجنه. هنا هنشوف ان هو بقى اقوى، الكارت بقى اقوى شويه، بس ما بقاش بنفس قوه الكارتين اللي فاتوا، سواء زيرا ذا مانت او مازيرا ديفيل، الاتنين كان اتاكهم 2800. هنا الاتاك بتاعه اقل بكتير، بس ده مش اخر تطور ليه. هو بعد ما يبقى في المهمه دي لفتره هيبقى انجل اوف زيرا اللي هيبقى برضه هجومه 2800. بيحصل له تطور تاني وبيوصل اللي هو كان عايزه في الاول، ارش لورد زيراتو. دي القوه اللي كان عايزها في الاول بنفس الاتاك والديفنس بتاع انجل اوف زيرا، بس دي مش النهايه مع الاسف، لانه بعد ما بيوصل للقوه اللي هو عايزها او اللي كان عايزها في الاول يعني، بتحصل الحاجه الطبيعيه لاي حد بيلاقي القوه. هنلاقي في كارت كاردز فروم ذا سكاي او كروت من السماء، ده برج من الابراج اللي موجوده في سانكتواري ان ذا سكاي، وفي ريش بيقع. الريش ده ليه علاقه بزيراتو، لان هو في الوقت ده هو بيفول، هو بيتحول من ملك لدارك لورد زيراتو، نفس الاتاك نفس الديفنس نفس عدد النجوم، بس دارك بدل لايت، وبيبتدي يتحول لشيطان. ليه بنقول ان ده ليه علاقه بالبانشمنت بتاعه او بعزله من مكانه وان هو بقى شيطان بعدها؟ موجود في تاثير الكارت، لان انت بتبانش وحش لايت، فهو ده اللي حصل ليه، بانش ده او اتعزل من مكانه، والريش بتاعه واقع من فوق، واللي فوق دي المفروض ميستيكال شاينينج بول اللي دايما ليها علاقه بسانكتواري ان ذا سكاي. هتبان اكتر يمكن في الفيديو الجاي، انا لسه ما حضرتوش فمش عارف هتبان ولا لا، بس احتمال يعني. المهم انه بيتحول لدارك لورد زيراتو زي ما قلنا، نفس الاتاك والديفنس وكل حاجه، ودي بتبقى النهايه بتاعته. مفيش قصص تانية ليه، مفيش نهايات تانية ليه، هو ده اخر حاجه بيوصل لها، بيبقى دارك لورد زيراتو. مساء الخير برضو، فيديو جديد في بلوري كتير، قصص ورا كروت يوجي، وده الجزء تقريبا الاخير للدارك لوردز، لان وانا بسجل في الاول مش عارف هي هتاخد وقت قد ايه، ومش عايز الفيديو يطول قوي. تقريبا ده الجزء الاخير او قبل الاخير،
فكنت كتبت في بوست على اليوتيوب ان بعد ما القصه دي تخلص هعمل قصه قصيره الاول، وتقريبا هتبقى قصه الامازونس، فبعد كده هعمل بول هعمله مثلا دلوقتي للقصه اللي بعدها، قصه كبيره، فهعمل بول على اليوتيوب، ويا ريت برضو كله يشارك عشان نختار القصه الجديده سوا. وطبعا احنا عارفين الدارك لورد هو الشيطان او الشياطين، طبعا مش محتاج اقول برضو في ثالث جزء ان القصه مليانه رموز دينيه كتير بالنسبه لاديان وحضارات كتير قوي. فانا في الاول بس بقول كده كتنويه يا جماعه، احنا بنتكلم عن اللعبه وبنتكلم عن الكروت عشان نفهمها مش اكتر من كده. عموما كروت الدارك لورد كلها قويه، يعني كل النجوم بتاعتها عاليه، الاتاك والديفنس عالي، فاحنا هنبتدي باول واحد فيهم اللي هو المهزأ اللي فيهم يعني، وده دارك لورد يوكوباك. ليه بنقول عليه مهزأ؟ لان هو اتاك 700 وديفنس 1000، والافكت بتاعه ان هو لما يتعمله نورمال او سبيشال سامن ينفع ترمي كارت دارك لورد من الديك للمقبره بس كده، ويستخدم ده وانس بير تيرن. فالاتاك والديفنس بتاعه ضعاف جدا، وهو عامل كده زي المساعد بتاعهم، هو مش دارك لورد قوي، بس خلاص ادوا له رتبه دارك لورد فمش هنضايقه يعني، هو دارك لورد خلاص. هو برضه فيري ودارك، فده برضو من نفس السيريس، لان المفروض كانوا كلهم ملايكه في الاول فكلهم فيري. مين بقى يوكوباك ده؟ يوكوباك ده من شياطين الجحيم اللي ما عندهمش اراده حره، هو درجه سفليه من الشياطين، فمش بيعمل حاجه غير ان هو بيطيع الاوامر. شغلانته الرئيسيه ان هو يحافظ على الزيت اللي موجود في الجحيم بيغلي، والمفروض ان اللي بيديله الاوامر دي هي بيلزبوب او بعلزبول بالعربي. ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها كمان ان هو بيرمي زي فحم مشتعل على الارواح اللي بتتعذب في الجحيم. قدرته الوحيده ان هو بيعرف يشعل نار، فهو ما يعتبرش دارك لورد كده، ما يعتبرش شيطان عليه القيمه كده، هو بس مجرد بيقعد يولع في النار بس كده، هو ده اللي بيعمل. نخش بقى على الشياطين الاقوى منه شويه، او الدارك لوردز الاقوى منه شويه، وهنروح بعد كده لدارك لورد ايدي اراي. والكارت ده برضو فيري دارك، هجومه 2300 ودفاعه 2000، والافكت بتاعه انه لما بيتعمل له سبيشال سامن من المقبره بيعمل بيرسينج دامج او بينقص الفرق بين الهجوم والدفاع. اولا كلمه اراي دي ممكن تبقى جايه من الكلمه اللاتيني ايرا اللي هي الغضب او الراث، ودي طبعا خطيئه من الخطايا السبعه. اللي شاف فيلم 7 في 7 خطايا اساسيه ومنهم بتطلع كل الخطايا التانية. الاريز دول هم كائنات مؤنثه ستات مسؤولين عن اللعنات، خصوصا اللعنات اللي بيحطها الميتين على الناس اللي كانوا سبب في موتهم. برضو الكارت ده مش من اقوى الدارك لوردز الموجودين. الكارت اللي بعده بقى دارك لورد امدوسك. اولا هو فيري برضو دارك، 6 نجوم المره دي اكتر من اللي قبله، هجومه 1800 ودفاعه 2800. الكارت ده الافكت بتاعه انك ممكن تديسكارد الكارت ده وكارت تاني دارك لورد، وتختار دارك لورد في المقبره تحطه في ايدك، وخلال دورك او دور اللي قدامك تقدر تدفع 1000 نقطه وتختار كارت سبيل او تراب دارك لورد موجود في المقبره، تشغل الافكت بتاعه وبعدين تشافلت في الديك تاني، ترجع تفنطه تاني، وتقدر تستخدم الافكت ده كل واحد منهم مره كل دور. طيب مين امدوسك ده؟ امدوسك مشتق من كلمه امدوشس. امدوشس هو شيطان من الشياطين، شكله شكل انسان، عنده ايدين من الحوافر، وراسه راس يونيكورن زي ما هو باين بالقرن اللي موجود عنده ده، بس هو يعتبر ملك، عنده ناس تانيين شغالين تحته. المهم ان الشيطان ده مسؤول عن حاجه جميله جدا، يعني هو حاجه كرييتيف قوي بصراحه، انا ما اتخيلش ان في شيطان مسؤول عن الكلام ده. هو ماسك في ايده في الصوره هنا ترومبيت، فهو مسؤول عن الموسيقى اللي بتتعزف في الجحيم. فكره حلوه بصراحه، فكره جديده ان هو مسؤول. يا ترى بيعزف ايه الراجل ده؟ مش متخيل، او الشيطان ده. المهم ان هو ده اللي مسؤول عنه، ونفس صورته هنا هي نفس صورته في الكارت. اللي بعده هو دارك لورد ناستن. دارك لورد ناستن هو فيري دارك، هجومه ودفاعه 2600 و7 نجوم. الافكت بتاعه انك تعرف تعمل ديسكارد الكارتين تاني دارك لورد غيره، وتعمل سبيشال سامن للكارت ده من ايدك. وككويك افكت تقدر تستخدمه في دورك او دور اللي قدامك، تقدر تدفع 1000 نقطه وتختار كارت سبيل او تراب موجود في المقبره ليها علاقه بالدارك لورد، تشغل الافكت بتاعه وبعدين تفنطه في الديك تاني. تقدر تشغل كل افكت من الافكتس دي مره كل دور، وتعمل له سبيشال سامن مره في الدور برضه زي الكارت اللي قبله بالظبط. نتكلم بقى مين دارك لورد ناستن. دارك لورد ناستن الكلمه جايه من ماستم او ماستيما. ماستيما ده اسم ملاك. الملاك ده موجود ان هو اللي بينفذ الشر واللي بينفذ عقاب ربنا، وبيغري البشر عشان يختبر ايمانهم. الكلام ده مكتوب فين؟ ودي كانت حاجه انا بصراحه اول مره اعرفها دلوقتي وانا بسجل، هو ان مكتوب الكلام ده في كتاب واضح ان ليه علاقه من الاسفار اليهوديه اسمه بوك اوف جوبيل، اللي هو يوبيل. كنتش عارف ان يوبيل بتاع جي اكس اللي هو يوبيل بتاعنا ده ليه علاقه باسم
كتاب من الكتب المقدسة عند اليهود اللي هو جوبيل. المهم ان الملاك ده في كتاب جوبيل هو اللي مسؤول عن تنفيذ العقوبات بتاعة ربنا. اما في مخطوطة تانية، في مخطوطة دمشق ومخطوطة اسمها مخطوطة البحر الميت، المفروض ان ده ملاك الكوارث، وان ده اللي مسؤول عن الشر كله، وان هو سقط وبقى من الملائكة اللي هو زي لوسيفر، بقى ملاك من الملائكة اللي اتطردوا من الجنة وبقوا شياطين بعد كده. ومن هنا بقى موجود بالشكل اللي احنا شايفينه ده ان هو بقى دارك لورد. بعد كده في دارك لورد ازموديوس، وازموديوس هو فيري دارك ونجومه 8 نجوم، هجومه 3000 ودفاعه 2500. ما ينفعش تعمل له سبيشال سامن من الديك او من المقبره، ومره كل دور تقدر تبعت وحش فيري من الديك للمقبره، ولو الكارت ده اتدمر وراح المقبره تقدر تعمل سبيشال سامن ل 2 توكن. واحد اسمه ازمو توكن فيري دارك 5 نجوم، هجومه 1800 ودفاعه 1300، وديوس توكن فيري دارك 3 نجوم، هجومه ودفاعه 1200. اول حاجه ازمو توكن دي ما بتتدمرش بالكارد افكت، وديوس توكن ما بتتدمرش بالباتل. طبعا التو توكنز اللي جم دول هم عباره عن نفس الوحش مقسوم 2، 3 نجوم هنا و5 نجوم هنا، هم ال8 نجوم بتوعه، الاثنين فيري دارك زيه، هجومهم ودفاعهم لما تجمعهم على بعض هيبقى 3000 و2500 برضه، فده كأن نفس الوحش ده اتقسم نصين. نرجع نتكلم عن ازموديوس تاني. ازموديوس ده قصته قصه كبيره جدا. اولا ازموديوس ده يعتبر امير من امراء الشياطين، حاجه كبيره كده مش صغيره. اولا بالنسبه للكتب اليهوديه هو ظهر في العهد القديم في سفر اسمه ملوك الثاني، ده كان الشيطان اللي ظهر وخدع ابناء كنعان واقنعهم ان هو ربنا. في برضه كتاب تاني اسمه بوك اوف توبيت او كتاب طوبيا، ده ظهر فيه على ان هو الشيطان اللي قتل 7 أجواز لبنت راعوئيل. انا بحاول اقول الكلام وترجمه وانا مش واثق قوي من النطق، بس هو ظهر كتير، ده اللي عايز اقوله. عموما كمان ظهر في التلمود، وظهر كمان في قصة بناء هيكل سليمان، ان المفروض ان سليمان استدعاه عشان يساعده في بناء الهيكل. يعني لو دورتوا كده على ازموديوس هتلاقوا كلام كتير عنه، وده اول جزء. لو اتكلمت عنه تقريبا ده محتاج له فيديو لوحده. على العموم انا هحط كل اللينكس دي موجوده في الديسكريبشن عشان اللي عايز يقرا اكتر عن الموضوع. وبعد كده معانا دارك لورد سوبربيا، وده كارت فيري دارك 8 نجوم، هجومه 2900 ودفاعه 2400، والافكت بتاعه ان لما الكارت ده بيتعمل له سبيشال سامن من المقبره تعرف تتارجت فيري مونستر في المقبره ما عدا نفس الكارت ده وتعمل له سبيشال سامن. افكت سهل وبسيط اهو. طيب الكارت ده مبني على ايه؟ الكارت ده مبني على برضو سوبربيا اللي هي الكلمه اللاتينيه للبرايد او الغرور، ودي برضو واحده من الخطايا ال7، والمفروض ان دي اكتر خطيه مرتبطه بالملائكه والشياطين، وهي المسؤوله عن تكوين باقي الخطايا التانية، لانها المسؤوله ان هي اللي تخلي الملاك ان هو يتقلب من جواه عن طبيعته كويسه، لان هو بيشوف نفسه احسن من اي حاجه تانية. على العموم مش هنتكلم عنه كتير، هو اسمه شارح نفسه. نخش على الشيطان اللي بعده، دارك لورد تيسكاتليبوكا، وانا مش عارف اقول الاسم ده تاني، فبعد كده هقول الشيطان ده عشان اريفير ليه. يعني تيسكاتليبوكا، لا انا قلت اسمه، برافو عليك. تيسكاتليبوكا هو دارك فيري، هجومه 2800 ودفاعه 2100، والافكت بتاعه ان لو في دارك لورد تاني عندك على الارض هيتدمر بالباتل او بالكارد افكت، ممكن تديسكارد الكارت ده من ايدك بدل ما يتدمر، وخلال اي دور، دورك او دور اللي قدامك، تقدر تدفع 1000 نقطه وتختار كارت سبيل او تراب دارك لورد في المقبره وتشغل الافكت وتعمل له شافل جوه الديك. وطبعا تقدر تستخدم الافكت ده مره كل دور وتعمل له سبيشال سامن مره كل دور. هو ده افكت مشترك بين معظم كروت الدارك لوردز عموما. اصل تيسكاتليبوكا هو اله من الازتك، مش الازتك، الازتك، في الديانه الازتكيه، معرفش بتتقال ازاي، اسمها ايه يعني، بس هي دي. المهم ان ده كان اله من الالهه بتاعتهم، ده كان مسؤول عن الليل والاشياء الماديه. كان معروف ان معاه مرايه كده، حتى معاه في الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي دي مرايه سحريه بيخرج منها دخان وبيقتل الاعداء بتوعه، وكان مشهور ان هو بيحرض الناس ان هم يعملوا الشر عشان بعد كده يعاقب اللي بيعمل شر ويكافئ اللي بيعمل خير. وحاجه تانية مكتوبه ان هو كان بيشرب الدم البشري، ولقيت في ويكيبيديا في النسخه العربي للراجل ده ان مكتوب وهو ناهم للدماء البشريه. معرفش بقى ده ليه علاقه هو الذي يمشي في الظلام في اسطوره الشاحبين اللي كان احمد خالد توفيق كاتبها، برضو بيتكلم عن كائن او اله بيمتص الدم. معرفش العلاقه بينها، هل هي دي نفس العلاقه ولا لا، بس دي نقطة worth mentioning، يعني تستاهل ان هي تتقال. اخيرا عشان الشمس كانت تطلع كان لازم يختاروا حد يضحوا او مجموعة من الناس يضحوا بيهم عشان يمتص دمهم وتفضل الارض مكملة. بعد كده دارك لورد ايشل، ودارك لورد ايشل هي فيري دارك 10 نجوم، هجومها 2500 ودفاعها 2900. تقدر تعمل ديسكارد للكارت ده وكارت تاني دارك لورد وتسحب كارتين،
وبرده طبعا تدفع 1000 نقطه نفس زي ما قلنا بقى، وتشغل كارت سبيل وتراب من المقبره وتعمله شافل، وبرده تشغل الافكت مره كل دور وتعمل سبيشال سامن للكارت ده مره واحده كل دور. ايه اصل ايشل؟ ايشل جايه من حاجتين، يا اما ايشل برضو اللي هي الهه القمر عند الماين، بس رغم ان هي الهه القمر كانت دايما بتتصور بان هي ست عجوزه شريره زي الصوره دي، او اكستاب. برضو إلهة عند المايا، بس دي كانت مسؤولة عن الانتحار، ففي الصورة هتلاقوها حتى متصورة بحبل حوالين رقبتها. ففي الحالتين بغض النظر ان هي إلهة فهي طالعة ان هي شريرة. منين بيتقال ان هي إلهة وفي نفس الوقت شريرة، وايه علاقة ده بالانتحار؟ في واحد اسمه دييجو ديلاندا في القرن ال16، ده راجل زي محقق اسباني، كان كاتب انه بيقال عن الإلهة دي ان اللي بينتحر بان هو بيشنق نفسه بيروح الجنة. فالناس اللي كان عندها مشاكل أو تعب أو مرض كانوا بيشنقوا نفسهم عشان يهربوا من الموضوع ده ويروحوا الجنة. ممكن بالنسبة للناس ده كان حاجة شريرة، ممكن بالنسبة للناس دي كانت حاجة كويسة. عشان كده في الخلط بين ان هي إلهة وان هي ست شريرة، وان هي حاليا كمان مكتوبة ان هي دارك لورد، هي مسؤولة على ان الناس تنتحر او ان هي بتشجع الناس ان هي تنتحر. فيعني انا رأيي ان دي حاجة مش كويسة. بعد كده دارك لورد نرجل، وده فيري دارك، هجومه 2700 وادفعه 2500، والإفكت بتاعه ان لو في وحش فيري هاجم وحش في الدفاع بيعمل بيرسينج دامج، بينقص الفرق بالهجوم والدفاع، وبرده نفس الكويك افكت هو وبرده يتعمل له سبيشال سامن مره وتشغل الافكت بتاعه كل واحد من التو افكتس دول مره واحده كل دور. نرجل في الميسوبوتاميان ميثولوجي او اساطير بلاد ما بين النهرين هو اله الحرب والموت والوباء في العالم السفلي. مش هنتكلم كتير غير ان هو واضح ان هو في العالم السفلي وموت وحرب وبتاع، فهو دارك لورد يعني مش هنتكلم عنه كتير قوي كده. بعد كده دارك لورد ديزاير، هو فيري دارك 10 نجوم، هجومه 3000 وادفعه 2800. ما ينفعش تعمله سبيشال سامن، بس عشان تجيبه ممكن تضحي بوحش واحد بس فيري، ومره كل دور ممكن تنقص الكارت ده 1000 نقطه وتختار كارت وحش عند اللي قدامك توديه للمقبره. اصل الكارت ده جاي من مامون اللي هو الجشع او حب الفلوس، حب المال، حب يعني الديزاير، ان انت تبقى عايز حاجه بالشكل ده. وكلمه مامون دي جايه من الانجليزي، مشتقه من كلمه مامونا اللي هي معناها ويلث او ثروه، ودي كلمه كان اصلها لاتيني. ما علينا، هو باين من اسمه يعني وباين من كل حاجه، الجشع، حب الفلوس. انا حاولت اجمع ال7 خطايا الاساسيين في الشياطين دول، بس انا معرفتش اظبطها بصراحه، لان كان في الغضب، كان في حب المال، كان في اللاست، بس في حاجات مش موجوده. ما لقيتش حاجه مثلا ليها علاقه بحب الاكل مثلا اللي هي الجلاتني، الشره. فانا اعتقد ان هم كانوا بيحطوا الشياطين كده بطريقه راندوم، بطريقه عشوائيه وخلاص. خلصنا كده الشياطين الصغيرين الخفاف. بعد كده بقى هنخش على لوسيفر، وطبعا اول دارك لورد هو الشيطان اللي احنا عارفينه. فبالنسبه للشيطان هنبتدي باول كارت معانا على طول، وهو دارك لورد ريبيليون او تمرد الدارك لورد، وباين هنا في الصوره كميه ريفرنسز مهوله. فيلا بقى نبتدي فيهم واحده واحده. نبتدي اولا باللي شكله زي الملاك، وده ارك انجل لوسيفر او رئيس الملائكه لوسيفر. اول حاجه ناخد بالنا منها هو ان شكله لسه زي الملاك. اولا هو عنده اجنحه، ماسك السيف والدرع بتاعه. الجزء اللي فات كنا اتكلمنا شويه عن الملائكه اللي موجودين في الجنه، وان كان في منهم ملائكه بالشكل ده. حسب الديانه اليهوديه والمسيحيه فلوسيفر كان رئيس الملائكه، وبسبب غروره قرر ان هو يبقى مكان ربنا. عشان كده في الصوره زي ما هو باين هو بيهاجم عليه عشان ياخد مكانه. اما الجزء التاني من الصوره فهم مصورين راجل عجوز واقف فوق، والراجل ده المفروض في القصه هو ربنا. ليه هم مصورين ربنا بالشكل ده؟ ليه مصورينه بشكل راجل عجوز؟ الموضوع ده ليه اصول بقى تاريخيه كبيره. انا ما كنتش حابب اتكلم عن الموضوع ده بالتفاصيل بتاعته لان هي ممكن تضايق ناس كتير، بس اولا مش هيبان تفاصيل كروت السولمن كلها من غير ما نشرح الحته دي. تاني حاجه يمكن سبب من الاسباب الرئيسيه لشرح الكروت في السلسله دي كلها هو ان ممكن يطلع منها معلومه جديده، ومعرفه معلومه جديده عموما مش هيضر، حتى لو معلومه تاريخيه مش هنستفيد بيها، بس كويس ان الواحد يعرف حاجه زي كده. فعلى العموم انا هكمل من هنا. ليه مصورين هنا ربنا بشكل راجل عجوز؟ الموضوع بيبتدي بان في الديانه اليهوديه مفيش اي ديبيكشن او تصوير، او بمعنى انك تحط الشخص في صوره معينه ترسمه. فما كانش فيه في اليهوديه اي ديبيكشن لصوره ربنا خالص.
الموضوع مش بس كده، مش بس ان هو مفيش صور، الموضوع اكبر من كده. هنتكلم دلوقتي عن كلمة تتراجراماتون، وتتراجراماتون هو اسم ربنا في اليهودية، وهو الاسم المكتوب في التوراة. في مصادر كتير ممكن نقرا منها، بس الحتة دي موجودة مثلا في ويكيبيديا. واللي مكتوب هنا ان اليهودية الحالية او اليهودية الحديثة بتمنع انك تنطق الاسم ده وبتبدله بكلمة ادوناي. ادوناي اللي هي كلمة لورد، ولورد زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا بنتكلم عن قصة الدارك لورد. لورد يا اما معناها سيد، او زي ما قلنا دلوقتي حالا ان هي بتعتبر بمعنى كلمة اله. فدارك لورد الشيطان اللي هو معتبر نفسه اله مظلم يعني، او اله الشر او اي حاجة بالمعنى ده. زي ما قلنا مش هنخش كتير في التفاصيل. اختصارا للي قلناه لحد دلوقتي، اليهودية ما عندهاش اي تصوير لربنا خالص. وفي اتجاه في اليهودية الحديثة كمان ان كلمة تتراجراماتون اللي هو اسم ربنا الموجود في التوراة ان هو ما يتنطقش، وان ده غلط وممنوع. ومش متأكد من المعلومة دي، بس اللي كان بيقرأ لأحمد خالد توفيق كان كاتب في قصة كده عن مجموعة من اليهود زي حركة يهودية كده كانت بتقتل اللي بيقول الاسم ده من كتر ما هو ممنوع ان هو يتقال. المهم في المسيحية كمان ما كانش فيه أي تصوير لصورة ربنا لحد القرن الرابع الميلادي. قبل كده كان في تصوير لجيسس أو المسيح، وده كان مقبول بالنسبة للكنيسة في الوقت ده بسبب فكرة التجسد اللي كانت موجودة، إن هو موجود إن هو يترسم في شكل بشري. إنما صورة ربنا اللي كلم موسى على الجبل مثلا دي ما كانتش لسه اتمثلت خالص. المهم نكمل. هم فكروا دلوقتي إيه اللي ممكن يتعمل عشان يمثلوا الصورة دي من غير ما تترسم، فلقوا مصطلح كان بيستخدم كتير زي ما هو واضح، هو مصطلح ايد ربنا. فكانت الصور بتترسم صورة ايد ربنا زي الصورة اللي موجودة دلوقتي. انا كنت هشرح كتير قوي في الحتة دي عن الهايبوستاسيس والترينيتي او الاقانيم والثالوث عشان نفهم ليه في تصوير بشكل راجل عجوز وليه في تصوير بشكل راجل صغير في السن. الموضوع ممكن يبقى معقد لناس كتير، وحسيت ان الشرح ده ممكن ياخد له مثلا لوحده نص ساعة اللي انا قعدت اقراه، فقلت ملوش لازمه. هو يا جماعه ممكن تقروا في هايبوستاسيس وفي ترينيتي لو عايزين تعرفوا اكتر عن الموضوع. محتاجين نقوله دلوقتي ان اول صوره تم فيها التصوير بالنسبه لصوره ربنا كشخص عجوز كانت سنه 1374 للرسام الايطالي برنابا دي موديرنا، وتاني صوره كانت بعدها بحوالي 30 سنه للفنان جين مالويل، وده فنان هولندي. في بقى تفاصيل كتير جدا في الموضوع ده بس مش محتاجين نقولها كلها، محتاجين بس نقول نقطتين. ليه الفنانين دول صوروه بصورة شخص عجوز؟ وده راجع للتصوير كصورة الأب. فهو إنك تخاف من الأب وتحترمه وتسمع كلامه، هي دي فكرة الرسامين دول وقت ما صوروا ربنا بصورة شخص عجوز. وليه عجوز باين في شعره إن هو أبيض وفي دقنه إن هو أبيض؟ عشان يفرقوا وقتها بينه وبين جيسس زي ما قلنا أو المسيح في الوقت ده، لأن هو برضو كان بيترسم بس في صورة شخص مش كبير في السن. آخر حاجة عايزين نقولها قبل ما نقفل الموضوع ده هو إن أشهر صورة متصور فيها ربنا بصورة شخص عجوز هي طبعا صورة The Creation of Adam أو خلق آدم سنة 1509 لمايكل أنجلو. دي أشهر صورة موجودة تقريبا اللي بتصور الصورة دي، هي الصورة موجودة على الشاشة. طبعا أنا عارف أنت بتفكر دلوقتي بتقول أنا كنت جاي أتفرج على كروت يوجي، أنا كان مالي ومال الكلام ده كله، بس أدينا قلنا معلومتين زيادة مش هيضروا. ولو عايز تدور زيادة على الموضوع احنا قلنا كذا اسم وكذا تاريخ ممكن تدور بيهم لو حابب تقرأ أكتر. المهم بقى نرجع أصلا للصورة اللي هي بتاعت الدارك لورد، احنا سرحنا بعيد عنها شوية. المهم يا سيدي زي ما قلنا هنا لوسيفر وقت ما كان ملاك لسه بيهاجم على ربنا عشان ياخد مكانه، لأن هو شايف إن هو مستحق أكتر بالمكان ده. ونتيجة الهجوم ده هيبان في كارت سولمن أوثوريتي. وأنا بصراحة يا جماعة واحد من الناس لما كنت طفل صغير من مش عارف بقى 15 سنة كده ولا حاجة، وشفت كلمة سولمن مع أول كارت شفته كان سولمن ويشز، أنا افتكرتها يقصد سولومون اللي هو سليمان، بس هي سولمن لما كبرت بقى وفهمت هي سولمن معناها مهيب أو جليل أو رسمي، اللي هي حاجة بالمعنى القوي ده. فكارت سولمن أوثوريتي معناه السلطة الجليلة أو القوية. باين هنا إن نتيجة الهجوم عليه إن ربنا نفاه أو خلاه يبقى شيطان زي ما احنا عارفين من القصة نفسها. النتيجة طبعا هتبان في كارت دارك لورد مورنينج ستار أو سيد الظلام مورنينج ستار. ومورنينج ستار معناها نجمة الصبح، وده اسم من أسماء لوسيفر اللي موجودة على طول، وهتلاقيه بيتقال الاسم ده على طول تقريبا في كل المسلسلات والأفلام والكتب، إن الشيطان على طول بيبقى اسمه لوسيفر أو مورنينج ستار أو لوسيفر مورنينج ستار.
واللي شاف مسلسل لوسيفر بتاع دي سي هيلاقيهم بيقولوا الاسم ده كتير قوي. المهم نرجع لدارك لورد مورنينج ستار. ده كارت دارك فيري لان هو ملاك، كان ملاك زي ما قلنا وبقى شيطان. 3000 اتاك 3000 ديفنس، فهم عاملينه قوي جدا، وده اقوى كارت دارك لورد موجود من ناحيه الهجوم والدفاع. مفيش حد في الدارك لوردز التانيين هجومه ودفاعه وصل ل 6000، ده ما مش موجوده خالص. طيب الافكت بتاعه، اولا ما ينفعش يتعمل له سبيشال سامن، لازم يتعمل له تريبيوت سامن. لما يتعمل له تريبيوت سامن، لما تضحي عشان تجيبه، ينفع تعمل سبيشال سامن من ايدك او من الديك لكروت دارك لوردز تانية على عدد كروت الافكت مونسترز اللي عند اللي قدامك. ولو عندك دارك لورد تاني اللي قدامك ما ينفعش يتارجت الكارت ده بكارد افكت. واخر حاجه، انت كل دور تعرف تديسكارد من الديك للمقبره كروت بعدد الدارك لوردز اللي عندك على الارض، وكل دارك لورد يروح المقبره بالافكت ده هيزود نقط حياتك 500 نقطه. افكتس كتير والكارت قوي جدا، وده متناسب مع القصه ان هو عايز يخلي ان ده اقوى شيطان، ده اقوى دارك لورد موجود فيهم. لغايه هنا القصه ماشيه بالظبط زي القصة اللي ماشية في الديانة اليهودية. ده باختصار القصة زي ما موجودة في الكارتين التلاتة. الأول كان ملاك قوي، حب إن هو يبقى أقوى من ربنا، فربنا عاقبه وخلاه شيطان. وطبعا ده مختلف عن اللي موجود في الديانة الإسلامية اللي أكيد كله عارف القصة. فإحنا هنا بنتكلم عن شرح الكروت وليه مصورينها بالطريقة دي. سولمن ويشز، أنا كنت فاكر إن هي أمنيات سليمان اللي هي الحكمة وكده، بس واضح إن أنا كنت غلطان. مساء الخير، ده الجزء الرابع والأخير من قصة الدارك لوردز اللي هنتكلم فيها النهاردة عن القصة اللي كانت سبب إن كل الناس كانت عايزة الفيديو ده، وهي قصة كروت السولمن. وهنتكلم كمان عن شوية كروت تانية كده. قبل ما نبتدي عايز أتكلم بس عن تعليق من عبد الله خليفة، لأن هو قال نقطة مهمة جدا. أنا كذا مرة قبل ما الفيديوهات دي تبتدي كنت بقول إن أنا بحاول أو ما كنتش عايز أعملها عشان في ناس كتير ممكن تبقى متضايقة والموضوع مش مريح إن الواحد يتكلم فيه بالطريقة دي. بس هو قال فكرة يعني كنت أتمنى تكون عندي قبل ما أعمل الجزء الثالث، إن بدل ما أقول لفظ ربنا أقول لفظ إله. الفكرة حلوة وعجبتني وفكرتني بالسبيل بتاع الدكتور سترينج لما قال له It's a simple spell but quite unbreakable، خفيفة وبسيطة وبتأدي الغرض. فشكرا جدا يا عبد الله، ويلا بينا نبتدي الفيديو دلوقتي. كنا وقفنا الفيديو اللي فات لما بقى فيه دارك لورد مورنينج ستار وبقى فيه أول دارك لورد موجود. بس لما وقع الدارك لورد ده، دي كانت بداية لحاجات كتير، ما كانتش نهاية القصة. فده هيبان عندنا في الكارت الجاي، دارك لورد أبرايزنج أو انتفاضة الدارك لورد. طبعا في الكارت اللي قبل كده قلنا ان بعد ما القصة دي انتهت هو بقى دارك لورد مورنينج ستار، هجومه 3000 ودفاعه 3000 و11 نجمة. هو بقى ما وقفش هنا، دارك لورد هنا في الانتفاضة دي اشتغل على نفسه كتير، اخد كورسات، حاول ياخد MBA كمان، يعني عمل كل اللي يقدر عليه، وفعلا مجهوده جاب نتيجة وبقى ذا فيرست دارك لورد، وبقى هجوم 4000 ودفاع 4000 وبقى 12 نجمة. وده كده يعتبر اقوى وحش من وحوش الدارك لورد. انا المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات قلت ان مورنينج ستار ده هو اقوى وحش من وحوش الدارك لورد، لان هما الاتنين نفس الوحش. دلوقتي هو نفس الوحش في اقوى فورم ليه، هجوم 4000 ودفاع 4000. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ بعدها هو قرر ان هو ما يبقاش لوحده، ففعلا في حد تاني وقع معاه وهو دارك لورد نيرس ريفيكيول. هو رغم ان هو وحش عبيط يعني 4 نجوم وهجومه 1400، بس طبعا الناس اللي كانت بتلعب اولد سكول فاكره كويس جدا ان الوحش ده كان من الوحوش الاساسيه في الديكس بتاعت البيرن. وديك البيرن هي اللي بتعتمد على انك تنقص نقط اللي قدامك عن طريق الكارد افكت مش الهجوم. وطبعا مش هننسى الكومبو الخطير بين دارك نيرس ريفيكيول وبين جيفت كارد، المفروض ان هو يزود اللي قدامك 3000 نقطه، ولو هي موجوده على الارض بدل ما يزيد هينقص. يعني انت لو حاطط 3 كروت من دول او كارتين حتى تنقصوا 6000 ل 9000 نقطه مره واحده كده. فطبعا ده كان كومبو رائع، بس ده مش موضوعنا. ايه المميز في دارك لورد نيرس ريفيكيول؟ هو اسمها ريفيكيول. ريفيكيول ده هو اسم لوسيفر بالمقلوب. يعني تعالى كده نقلب الحروف، لما تقراها بالمقلوب هتلاقي كلمه لوسيفر هي اللي مكتوبه. واضح ان المانستر ده او واضح ان الدارك لورد ده اتكون عشانه او بقى موجود عشانه هو مخصوص، حتى الاسم ليه علاقة بلوسيفر نفسه. حاجة تانية مهمة نتكلم عنها في الكارت ده هو انه واحد من الكروت السنسورد او اللي اترسمت مرة تانية لما نزلت بالانجليزي. ودي يا جماعة ممكن تبقى سلسلة تتعمل، برضو احب اعرف رأيكم، هل تحبوا تشوفوا سلسلة زي دي بتتكلم عن كل الكروت اللي اتعمل لها سنسور في لعبة يوغي؟ طيب الكارت ده اتعمل له سنسور من A ل A، اتعمل له من الشكل ده،
للشكل ده. الشكل طبعا الاول هو اللي احنا عارفينه، اللي احنا موجود عندنا في الكروت يعني بنلعب بيه، والكارت التاني هو الكارت الاصلي. طبعا التغيير ده حصل عشان ما يكونش فيه اي ايحاءات جنسيه، عشان كده هتلاقوا في فرقين بين الكارتين دول. الفرق الاول في طول الجيبه، والفرق التاني هتاخدوا بالكم منه دلوقتي وانا ببدل الصورتين ببعض. المهم ان ده كارت من الكروت السنسورد زي ما قلنا. نرجع بقى للقصه الاصليه. الشيطان هنا او لوسيفر ما وقفش في المرحله اللي هو فيها، بدا يضم له ناس تانية. هنلاقي في كارت دارك لورد ديسنت ازموديوس نازل، وواضح ديسنت يعني هبوط او ان هو بينزل، فواضح ان هو بينزل من فوق. هو هنا دارك لورد، هو هنا مش بيبقى لسه دارك لورد زي اللي فات، لا هو نازل تحت، نازل للارض، وواضح ان هو نازل ينشر الشر، ينشر حاجه وحشه. برضو في دارك لورد انشانتمنت، وانشانتمنت يعني سحر، بس سحر اللي هو سحر الجمال، مش السحر اللي هو ماجيك. واضح برضو دارك لورد ايشل ان هي نازله بتعمل نفس الحاجه بالظبط، بس بتستغل بقى ان هي المفروض حلوه وكده، انشانتمنت بقى والحركات دي. المهم ان في الكارتين دول الدارك لوردز دول كانوا بيحاولوا يضموا ناس كويسين يبقوا دارك لوردز معاهم، والرد على طول جه في كارت ديفاين بانشمنت او العقاب الالهي. باين هنا الحجر اللي طاير ده هو الحجر اللي عليه سانكتشاري ان ذا سكاي زي ما شفناه في اول فيديو خالص، وباين ان في عقاب، في ضرب، في شعاع نازل على الارض بيعاقب الناس الغلطانين. ايه اللي حصل في العقاب ده بالظبط؟ ده هيبان في كارت بانشمنت اوف ذا دارك لوردز. باين هنا دارك لورد امدوسك ودارك لورد تيسكاسليبوكا قبل ما يبقوا دارك لوردز، يعني شكلهم في الكارت باين بشكلهم العادي، شكلهم الكويس قبل ما يتحولوا لدارك لوردز. فهو ده اللي حصل في الكارت بانشمنت اوف ذا دارك لوردز او نفي الدارك لوردز. هم كمان حصل لهم زي ما حصل للوسيفر، اتحولوا برضو لدارك لوردز. كده تقريبا الفريق بتاع الدارك لوردز اكتمل، عرفناهم كلهم، لسه بس 2 دارك لوردز مهمين. نبتدي باول واحد اللي ملوش تأثير كبير على القصة واللي تقريبا ما كملش معاهم قوي، هنفهم دلوقتي. الكارت ده هو The Forgiving Maiden او العذراء المتسامحة، والكارت ده ليه ارت تاني باين فيها ان نفس الست دي واقفة بتصلي. اما عن كارت الدارك لورد فهو دارك لورد ماري، والكارت ده فيه شوية كلام عنه. اولا الكارت ده هو الكارت الوحيد الفيند مش الفيري، والسبب في كده ان الكارت ده ما كانش ده اسمه الاصلي. اسمه الاصلي كان ماري ذا فولن وان، ماري الملاك الساقط او اللي سقط يعني، اللي بقى شيطان. لما ظهر الدارك لورد بعد كده ساعتها سموه دارك لورد ماري عشان ينضم لباقي السلسله، بس ما غيروش التايب بتاعه من فيند لفيري عشان يبقى زيهم. والكارت ده ليه كذا ارت. الارت التاني كان باين فيه ان ما عندوش قرون، وفي نفس الوقت ما فيش صليب مقلوب على ايده. الصليب المقلوب عموما هو علامه من علامات عبده الشيطان. حاجه تانية عن الكارت ان هو ظهر في كارت Disgraceful Charity اللي هو طبعا عكس Graceful Charity اللي احنا كلنا عارفينه. مين بقى The Forgiving Maiden ومين دارك لورد ماري وايه علاقتهم ببعض؟ ده هيبان في كارت الفيوجن بتاعهم، كارت الفيوجن اللي هو سانت جون. سانت معناها قديس، وجون هنا ريفرنس قوي جدا في كروت يوجي، لان ده مش الكارت الوحيد اللي معمول على نفس الشخصيه. احنا ممكن نبقى نعمل فيديو كامل للريفرنس بس بتاعت سان جون. مين بقى سان جون وايه علاقه الفيوجن ببعض؟ ودي نقطه بصراحه انا قبل ما اسجل الفيديو ما كنتش قادر افهم ايه علاقه الاتنين ببعض، لغايه ما قريت القصه وفهمت، وساعتها الموضوع لقيته منطقي جدا. طيب خلينا واحده واحده. مين جون اللي موجود في الكارت ده؟ هو الحقيقه دي هو جان دارك. هو في الحقيقه هي جان دارك مش هو، لان دي كانت واحده. جان دارك طبعا دي ليها قصه كبيره، بس احنا هنتكلم عن الجزء اللي يهمنا في القصه باختصار شديد. جان دارك دي كانت واحده اتولدت في فرنسا سنة 1412 وماتت سنة 1431، يعني ماتت وهي عندها 19 سنة. ايه الفكرة بقى في قصتها؟ اولا هي بتعتبر في فرنسا ان هي بطلة قومية وقديسة في الكنيسة الكاثوليكية. اللي يهمنا في القصة دي ان جان دارك كانت ملقبة بعذراء اورليانز، وده يمكن يفسر الفيوجن او الكارت فيهم اللي هو The Forgiving Maiden. ايه اللي حصل في قصه حياتها؟ اللي حصل ان هي قادت الجيش الفرنسي وهي طفله صغيره كده لانتصارات كتير خلال حرب ال100 عام، وده ساعد الملك شارل السابع ان هو يمسك البلاد. طبعا احنا عارفين فرنسا وانجلترا على طول ضد بعض منذ قديم الازل، فالمهم ان هي اتقبض عليها وبعتوها للانجليز هناك عشان يحاكموها. ساعتها كان في دوق اسمه بيدفورد كان شايف ان هو اللي المفروض يمسك العرش الفرنسي بدل ابن اخوه هنري السادس، في حين ان جان دارك ساعدت شارل السابع زي ما قلنا ان هو يمسك البلاد.
فعملوا ايه في الوقت ده؟ حكموها بتهمة العصيان والزندقة وحرقوها بتهمة الهرطقة وهي عندها 19 سنة. طبعا العصيان والزندقة والهرطقة دي كلها حاجات ليها علاقة بالدارك لورد. فكانت القصة مقسومة نصين، نص بتاع انجلترا اللي بيقول ان هي زي تعتبر واحدة مهرطقة واحدة زنديقة اللي هو هنا دارك لورد ماري، والجزء التاني اللي ليه علاقة بان هي كانت عذراء اورليان او ان هي كانت ميدن زي ما موجود في الكارت الاولاني. المهم ان بعدها ب 25 سنة اعادوا النظر في محاكمتها تاني وقالوا ان هي بريئة واعلنوا ان هي شهيدة واعتبروها قديسة كمان. ده كان سنة 1920. بنحكي كل ده عشان نقول ان جان دارك او في الكارت اللي هو سان جون هو عبارة عن فيوجن بين اتنين، دارك لورد ماري اللي هو جزء مهرطق او شرير وذا فورجيفن ميدن اللي هو العذراء المتسامحة. الاتنين مع بعض عملوا قصة جان دارك. الكارت ده ظهر مرة تانية في كارت اسمه For Our Dreams أو من أجل أحلامنا، وده نفس شكل لوحة اسمها Liberty Leading the People أو لوحة الحرية تقود الشعب. اللوحة دي اتعملت سنة 1830 لفنان اسمه إيجين ديلاكروا، معرفش منطقة صح ولا لأ، ودي كانت بتمثل الثورة الفرنسية، وكان ممثل الحرية وقتها في صورة واحدة ست هي دي اللي قائدة للناس. هي نفس الصورة بالظبط، بس حاطين بدل الست دي حاطين جان دارك او سان جون زي ما موجود في الكارت بالظبط. القصه ما خلصتش هنا، لان واضح في كارت شاينينج ريبيرث اللي قلنا ان في باشا واقف ورا ان هنا بيتعمل لها ريبيرث، بترجع تعيش مره تانية، بس ما بترجعش في صوره جون، بترجع في صوره جارديان انجل جون. وده طبعا كارت من الكروت القديمه جدا في اللعبه اللي الافكت بتاعه هيشتغل دايما مع الديك لو انت بتحاول تزود نقطك. فواضح ان ده التطور بقى لدارك لورد ماري، من اول ان هو في فورجيفنج ميدن دارك لورد ماري اتحدوا مع بعض في سان جون، اللي موجود في الكارت مات وبعد كده رجع يتعمل له ريبيرث على انه جارديان انجل جون او الملاك الحارس جون حاجه كده فرنساوي بقى مش عارف انطقها قوي. كده خلصنا قصة دارك لورد ماري. نخش بقى على قصة البنت اللي ظاهرة في كروت السولمن، وهنبتدي بالكارت الأول اللي هو سولمن ويشز أو أمنيات أو رغبات رصينة متزنة، حاجة جليلة، حاجة بالمعنى ده. باين لنا في الكارت هنا واحدة واقفة والدنيا بتمطر حواليها ونازل شعاع من السماء شبه اللي موجود في ري اوف هوب، فواضح ان الامنيه بتاعتها كانت ان هي تعيش حياه كويسه او تخش الجنه. نروح للكارت اللي بعده وهو سولمن وورنينج او التحذير المهيب. هنا باين ان الاله واقف اللي شفناه قبل كده في الكارت مع لوسيفر، وموجود شويه ملائكه قاعدين او كائنات ما نعرفش دول، ممكن يكون دول كمان اللي لسه داخلين الجنه، وهو بيقول لهم شويه تحذيرات، حاجات ما ينفعش يعملوها او كمان حاجات ما ينفعش يمسكوها. والحاجات دي هي اللي موجوده في سلسله كروت الفوربيدن اللي هنبتدي بيهم دلوقتي بأول واحد وهو Forbidden Chalice أو الكاس المحرم. وForbidden Chalice هنا أصله من الهولي جريل أو الكأس المقدسة، والمفروض إن الكأس المقدسة دي زي ما مكتوب في المصادر إن دي الكاس اللي استخدمها المسيح في العشاء الأخير. المفروض إن هي ما كانش مسموح لها إن هي تمسكها، ومع ذلك باين في الصورة إن هي ماسكاها وبتشرب منها. الكارت اللي بعده Forbidden Dress أو الرداء المحرم. زي ما باين من فكرة الكروت هو ده الرداء اللي برضو المسيح كان لابسه وقت الصلب. بعد كده في Forbidden Lance. Forbidden Lance يعني الحربة المحرمة، والحربة هنا هي كانت الحربة اللي كانت وقت الصلب الجندي الروماني ضرب بيها المسيح في جنبه. فكل الحاجات اللي هنا موجودة ليها علاقة بحاجة واحدة زي ما هو واضح، وكلها كانت محرمة وكلها الست دي مسكتها. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده كارت سولمن سكولدينج، يعني التوبيخ المهيب او التوبيخ الجليل. باين في الصورة ان الاله هنا واقف وبيعنف او بيوبخ نفس الست، باين من شعرها، باين من الوردة اللي موجودة في شعرها دي، وفي اتنين واقفين تحت. هيبان بعد كده ان هما زي اصحابها واقفين متضايقين او بيشفقوا عليها او متضايقين عشانها يعني، بس ده مش هيمنعها ان هي تبطل اللي بتعمله. فآخر كارت في سلسلة الفوربيدن وهو فوربيدن سكريبتشر، وسكريبتشر يعني الكتاب المقدس اللي هو بيترجم لبايبل سكريبتشر أو هولي سكريبتشر، وطبعا فوربيدن اللي هو محرم زي ما قلنا. فهي برضو ماسكاه، بس في الصورة دي هنلاقي إن نفس الإله واقف في الركن هنا. أنا هعلم في الصورة واقف وشايف اللي بيحصل. بعد الورنينج والسكولدينج، بعد التحذير وبعد التوبيخ، كان في بعد كده سولمن جادجمنت أو الحكم المهيب.
باين هنا صورة الإله وهو بيحكم الحكم بتاعه، وجنبه نفس الشخصين اللي كانوا واقفين في الصورة اللي فاتت وواقفين ساكتين وغمضين عينيهم ان هم بيقبلوا الحكم اللي حصل ده. ايه بقى الحكم اللي حصل؟ الحكم هيبان في كارت Condemned Maiden او العذراء المحكوم عليها او المدانة، ان هي اتحولت هنا لحاجة شبه الشيطان. هي مش شيطان، هي مش دارك لورد، هي اقرب شوية لكائن ملعون. هنا موجود ان هي ميدن، هي لايت لسه، فيري لسه مش دارك، هي كائن ملعون دلوقتي، وموجود ان هي ميدن انها عذراء، بس انا ما اعتقدش ان ده ليه علاقه بكارت سان جون اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. المهم انها اتحولت بعد كده لكوندمد ويتش، الساحره المحكوم عليها او المدانه. فضلت بنفس الاتاك والديفنس وعدد النجوم وفيري برضو، بس ساعتها بقت دارك. هنا بدات تبقى شريره بشكل رسمي، هنا بدا يطلع لها جناحات صغيره. الجناحات الصغيرة اللي طالعه لها هنا ما فيهاش لسه الريش اللي موجود عند لوسيفر او عند اي دارك لورد تاني. هي بقت شريرة بس هي بقت ساحرة زي ما قلنا. طيب الساحرة دي اول ما حست ان هي قوية عملت ايه؟ حاولت تنتقم في كارت ويتشز سترايك او هجوم الساحرة. باين هنا ان هي بتهاجم على الاله اللي عزلها من شوية. ايه رد الكارت ده؟ رد الكارت على طول في سولمن سترايك او الهجوم المهيب. هنا نفس الاله بيهاجم بقى على الساحرة وبيضربها. وانا بدور على نتيجة الكارت ده، كان كل الناس اللي بتتكلم بتقول ان نتيجة المعركة دي مش مضمونة قوي، لسبب بسيط ان هنا الويتش ما انتهتش، هي ما ماتتش. نتيجة المعركة دي ما كانتش مضمونة قوي لسبب ان كل كروت السولمن اللي موجودة واخرهم سولمن جادجمنت بينقص نقط الحياة، فهو بيضعف الاله اللي موجود في الصورة ده. فنتيجة المعركة انتهت في كارت Condemned Dark Lord او الدارك لورد المحكوم عليه او المدان. هو كارت لينك 2 هجومه 1600 ودارك فيري برضو. هنا باين ان القرون اللي كانت موجودة عندها كبرت، رجعت اتكونت، الاجنحة بتاعتها كبرت وبقت دارك لورد اخيرا. في حاجة هتخلينا نفكر ان في حد كان بيساعدها وقت الهجوم او في حد انقذها وقت السترايك، وقت السولمن سترايك اللي هجم عليها. ايه الحاجة دي؟ هو كارت اسمه Balance of Judgment. هنا باين ان بعد ما المعركة دي انتهت في حكم تاني حصل. ايه الحكم اللي حصل؟ هيبان من الكارتين الجايين ان الاتنين اللي كانوا واقفين في الصورة الاولى كانوا بيساعدوها ان هي تمشي او بيساعدوها ان هي ما تموتش، ساعتها بقت الدارك لورد بعدها. ليه بنقول كده؟ اولا الكارت اللي بعده على طول هو Capricious Dark Lord او الدارك لورد المتقلب اللي غير رأيه، ودي كانت الست اللي واقفة في الصورة. التاني كانت هي البنت التانية وهو كارت Indulged Dark Lord. والindulged Dark Lord يعني الدارك لورد المنغمس في شهواته مثلا، حاجة زي كده. الكارتين دول فيري دارك 4 نجوم بس بيكملوا بعض، واحد منهم الاتاك 0 والديفنس 1600 والتاني العكس، اتاك 1600 والديفنس 0. فالاتنين دول كانوا هما نفس الاتنين اللي موجودين معاها في الاول خالص. بعد ما هي راحت هجمت على الاله وهو رد الهجوم، هما انقذوها، فحصل البالانس اوف جادجمنت وخلاهم هما الاتنين كمان دارك لوردز معاها. ناقص حاجه بسيطه جدا في القصه وتبقى القصه كلها خلصت، هو ان في واحد من الدارك لوردز دول حب يتوب وهو دارك لورد ناستن. هيبان في كارت دارك لورد كونتاكت او التماس الدارك لورد ان ناستن واقف قدام السلم اللي بيطلع للجنه او السانكتشوري ان ذا سكاي، وواقف هنا بيطلب التوبه. الكارت اللي بعده ذا سانكتيفايد دارك لورد او الدارك لورد المقدس. واضح من النور اللي نازل من السماء ان توبته تقريبا بتتقبل، فواضح ان في حاجه كويسه هتحصل له. بس مع الاسف في كارت فوربيدن ما اتكلمناش عنه، اخر كارت فوربيدن من ضمن الكروت او سلسله كروت الفوربيدن، وهو فوربيدن دروبلت او القطره المحرمه. هنا باين ان اللي جاله وقتها قبل ما توبته تتم هو الكوندمد دارك لورد، الست اللي كانت ويتش وبعد كده بقت دارك لورد اللي لسه حاكين قصتها دلوقتي، وماسكه كاس في ايديها شبه الفوربيدن تشالس وبترمي عليه النقط اللي بتقع دي اللي هي ماسكاه ومكتفاه زي ما باين على الارض كده. فواضح بقى في الاخر ان هي قتلته وان هو ما عرفش يتوب في الاخر وهيفضل دارك لورد، وزي ما قال الاستاذ عزت العلايلي عايش خاين ومات كافر. ودي كانت نهايه الدارك لورد دي ونهايه قصه الدارك لوردز عموما. الفيديو ده ما طولش كتير لان انا ما اتكلمتش عن تاثير الكروت، في كذا حد طلب ان انا اقولها في الفيديو وكذا حد طلب العكس، بس عموما الكروت تاثيرها المره دي ما كانش ليه علاقه قوي بالقصه، فعشان كده ما كانش مهم ان انا احكيها قوي. دي كانت نهايه قصه الدارك لورد. يا ريت لو عجبتك تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، ولايك للفيسبوك بيج، وتفعل الجرس عشان لما
وتفعل الجرس عشان لما ينزل فيديو جديد يجيلك بيه نوتيفيكيشن على طول. ولو في حد عارفه ممكن تعجبه القصة ممكن تعمل لها شير برضو. بس كده القصة الجاية هتبقى عن الأمازونيات، الأمازونس، وبعدها نبتدي في سلسلة الصحراء اللي هتنتهي بينا لقصة دارك ماجيشن. بس كده وشكرا جدا.